بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نحييكم أجمل تحية هنا حيث الجولة الثالثة من دورينا دوري نجوم العراق موسم 2025-2026 من الجنوب، تحديدا من ميسان العريقة، حيث مواجهة فرسان المملكة نفط ميسان أصحاب الدار يضيفون نادي الغراف ممثلين محافظة ذي قار، أبناء الأهوار والشبايش والشطرة والبدعة. الضيف الجديد على دورينا مواجهة جنوبية خالصة ستكون حديث الجولة الثالثة، وعلى بركة الله الآن ستنطلق صافرة الحكم الدولي أحمد كاظم، ويساعد كرار عباس وكرار عبد الأمير، والحكم الرابع سجاد خالد. وفي غرفة الفيديو حكام الفار ليث فرحان ورضا عباس. تنطلق صافرة البداية من يمين الشاشة بالألوان البيضاء كالعادة نادي الغراف، ومن يسار الشاشة بألوانه العنابي نادي نفط ميسان. أيضا هنا دخول بالنسبة للمدربين عبد الله أبو زمع مدرب نفط ميسان ومدرب الغراف حيدر عبيد، وخياراتهم وأسمائهم اللي أضافت بهذه المباراة. الجولة الثالثة مباراة ستكون صعبة بالنسبة للطرفين، مباراة ستكون نوعا ما حساسة بالأخص بالنسبة لفريق الغراف. الاختبار الصعب قد بدأ للتو، مباراتين على التوالي، انتصارين بالعلامة الكاملة، لكن بملعبهم بملعب الناصرية الدولي. اليوم يخرجون خارج الأرض ويواجهون أصحاب الدار نفط ميسان، وهنا الكرة تصل بمنتصف الملعب، بداية قوية لنفط ميسان أصحاب الدار، وهنا العودة والتدخل والمخالفة والبطاقة. ممكن تكون هذه أسرع بطاقة صفراء هذا الموسم. أيضا بطاقة صفراء على اللاعب ليم إسماعيل من بوركينا فاسو، حصل على البطاقة الصفراء، وهي فرصة لنذكر لكم تشكيلة الفريقين. أصحاب الدار بحراسة المرمى لنفط ميسان أحمد خالد، مصطفى عبد الجليل، وتارا ومهند حبيب، مصطفى محمد جبر، وماثيو محمد سلام، حسين طالب، وبخط المقدمة يوسف الحميمي وعلي لطيف وديمي داوود. أما بالجهة المقابلة فريق الغراف بحراسة المرمى مجتبى محمد، ستار جبار، أغبوتشو، حسين طارق، أحمد ناظم، ليم إسماعيل، حسن داخل، عباس فوزي، فيدلس كوكو، أوستين أموتو، وأنيس المعاري. هذه التدخل عن طريق اللاعب ليم إسماعيل اللي تحصل من خلالها على البطاقة الصفراء. بطاقة صفراء أولى مبكرا بأول لحظات وثواني اللقاء، وبذلك سنشاهد أنا وإياكم مباراة ستكون مليئة بالندية. هذا ما نتمناه وهذا ما نريده، لكن سلامات اللاعب المستلقي على أرضية الميدان، هؤلاء هم حديث هذا الموسم. وهنا أولتراس فرسان المملكة نفط ميسان بالنسبة للاعب المستلقي على أرضية الملعب علي لطيف. سلامات يا علي لطيف. أيضا هنا أمامك بالصورة المدرب الأردني عبد الله أبو زمع مدرب نادي نفط ميسان صاحب ال50 عام، لاعب دولي سابق أردني. وهنا حيدر عبيد مدرب نادي الغراف القادم من قلعة النوارس من نادي الزوراء، حقق انتصارين على التوالي. واليوم تكلمنا عن الجولة الأولى نفط ميسان اللي خسر بأول مبارياته أمام الميناء بثلاثية مقابل هدف بهذا الملعب بملعبه، وفي الجولة الثانية فوز على نوروز بثنائية مقابل هدف على أرضية ملعب نوروز. أما بالنسبة للغراف انتصارين على التوالي على الموصل وعلى الكهرباء. هنا ركلة حرة مباشرة بالنسبة لأصحاب الدار نفط ميسان الذي يبحث بأول لحظات اللقاء أن يسجل أول الأهداف. إذن صافرة أحمد كاظم، وهنا التسديدة اصطدت، ومرة ثانية تصطد مرة ثانية وثالثة ورابعة، وتعود الآن. هذه تدخل ومخالفة عليك يا مصطفى محمد جبر. تدخل هنا بهذه اللحظات على اللاعب اليمني أنيس المعاري، من الأسباب اللي كانت في تأهل نادي الغراف إلى دوري نجوم العراق. كان متألقا بالدوري الممتاز الموسم السابق، لكن هنا نتحدث عن الحاضر. دعنا ننسى الماضي ونتكلم بالحاضر وننتظر المستقبل. ملعب ميسان الأولمبي اللي يحتضن مجريات هذه المباراة. الكرة اللي تصل من الطرف الأيمن ملعوبة بصورة سريعة لكنها عالية، مرت على اللاعب فيدلس كوكو وتصل إلى زميله. هذا هو فيدلس كوكو الأولى اللي اصطدت عن طريق أوستين أوموتو المهاجم اللي سجل الأهداف المميزة. تكلم عن أوموتو اللي سجل هدف الانتصار على الموصل،
وهنا الكرة تصل من الطرف الأيسر مستخلصة بالنسبة لنادي نفط ميسان. تبادل التمريرات تصل بمحمد سلام أو لمحمد سلام اللي ينقلها من الطرف الآخر، وبذلك الكرة تعود إلى الخط الدفاعي. تمريرة خاطئة وهنا الأخطاء ممنوعة أمام الغراف. لا تلعب بالنار أمام الغراف. الكرة الآن تسديدة من بعيد لكنها مرت إلى خارج الملعب. هذه المرة اللاعب النيجيري أوستن أوموتو، لكن في ديسكوكو كذلك مواطنة النيجيري كذلك كان وقدم موسم ظروف صعبة عاشها الفريق. نتكلم عن الغراف عندما كان بالدوري الممتاز اللي تأهل بالوصافة بعدما تصدر نادي الموصل بفارق نقطة واحدة، وكلاهما متواجدان الآن بدوري نجوم العراق. الضيف الجديد هو الغراف، والكرة تصل الآن بالنسبة لعلي لطيف. علي لطيف يرسل كرة يسارية من الطرف الأيسر، انطلاق نحو الأمام، البحث عن ديمي داوود. ديمي داوود 1 على 1، المرور الآن هل يمر هل يمر هل يمر ديمي داوود والعرضية، لكن حراسة المرمى موجودة. هنا حارس المرمى أحمد خالد اللي شارك للمباراة الثانية على التوالي. تكلمنا عن أول مباراة لنفط ميسان كان الحارس الأساسي هو الحارس حسن نجم أمام الميناء، لكن أحمد خالد شارك بالمباراة الثانية وهنا يشارك بالمباراة الثالثة، يعني هي المباراة الثانية على التوالي بالنسبة للحارس أحمد خالد. لازلنا ننتظر، لازلنا نشاهد. 5 دقائق مرت، دخلنا بالدقيقة السادسة، وهنا مهند حبيب وعلى التنفيذ أحمد ناظم. أحمد ناظم نادي الغراف الذي تحدث المدرب حيدر عبيد عن الانتصارين الماضيين أمام الموصل والكهرباء، وقال الاختبار الحقيقي سيبدأ خارج الأرض. العلم أن جماهير الغراف حاضرة بملعب ميسان الأولمبي. بذلك الكرة اللي كانت بأحضان الحارس أحمد خالد. هنا كرة تعود بالنسبة للغراف. ستار جبار يختار العودة للحارس مجتبى محمد. مجتبى محمد القادم من نفط البصرة، والكرة مرت إلى خارج الملعب. نتكلم عن نفط البصرة اللي هبط مع كربلاء والحدود. مباراة البلاي أوف اللي كانت المباراة الفاصلة لصعود نادي. تحدثنا عن نادي الغراف عندما تأهل بالمركز الثاني، وبذلك نفط البصرة اللي غادر. وهنا كرة من الطرف الأيمن، استعادة لا زالت بالنسبة للغراف. بداية قوية، مهارة حاضرة، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول. هذا عباس فوزي يمرر بهذه اللحظات، لا زالت على الطرف الأيمن. تمريرة أولى وثانية بعدما كانت عند اللاعب ليم إسماعيل، وهنا الكرة للحارس أحمد خالد. أحمد خالد بهذه اللحظات اللي يطالب لاعبين بالهدوء والسيطرة على اللعب. تمريرة تصل للاعب واتارا الإيفواري. واتارا الرقم 24 كوت ديفوار ينفذ الكرة من الطرف الأيسر. عملية الاستلام هذا هو النيجيري ماثيو. بعد ذلك الكرة عادت. تبادل التمريرات. نفط ميسان بهذه المباراة يريد أن يقدم أداء مختلف، والغراف يريد أن يحقق الانتصار الثالث على التوالي، وهي البداية الأقوى تعتبر على مستوى هذا الموسم. نتحدث عن العلامات الكاملة، عن الانتصارات المستمرة، لكن لازلنا بالبداية. هذه هي الجولة الثالثة. دورينا ممتاز، دورينا جميل. شاهدنا الجولات الأولى وهنا الجولة الثالثة، ولازلنا في بداية أحداث هذا الدوري، دوري نجوم العراق موسم 2025-2026. كرة تصل للقائد، هذا هو اللاعب حسين طالب القادم من كربلاء، والكرة سهلة ليحضان حارس المرمى. هذا مجتبى محمد يرسل كرة سريعة بهذا التوقيت، عودة برأسية لكنها خاطئة. هل يستطيع اللحاق بها؟ أي نعم هو اللي تركها. هل هي ضربة ركنية؟ على ما أعتقد بعدما طالت على اللاعب مهند حبيب. سننتظر ونشاهد. مباراة من المتوقع أن تكون مليئة بالهجمات والأهداف، لكن لازلنا بالدقائق التسعة الأولى. وهنا التوجيهات من أحمد خالد وعلى التنفيذ بهذه اللحظات بالنسبة للغراف. ممثلين ذي قار أمام ممثلين ميسان. تحدث عن الناصرية وعن العمارة، عن ميسان وذي قار، عن التاريخ. مواجهة جنوبية خالصة في دورنا، وهنا الكرة هي المواجهة الأولى تعتبر ما بين الفريقين. هي أول مواجهة تاريخية بالنسبة للطرفين. وهنا الرأسية لكنها اعتلت
وإلى خارج الملعب. ضربة مرمى للحارس أحمد خالد، يندب حظا اللاعب النيجيري أوستن أوموتو. لازلنا ننتظر، لازلنا نشاهد. تحدثنا عن الغراف والمباراتين الأولى وكذلك نفط ميسان اللي عوض خسارة الأولى أمام الميناء بانتصار على نوروز بثنائية مقابل هدف بملعب نوروز. أيضا ننتظر، نشاهد، نترقب لحظات أولى وهادئة حتى هذه الدقيقة. تنفذ الكرة من أحمد خالد، تلعب وتتجاوز خط المنتصف رأسيا الآن حتى اللحظة. اللاعبين وكل الفريقين بالأحرى لا زالوا لم يدخلوا بأجواء اللعب بعد. الكرات الطويلة، الكرات العالية، وهنا الكرة لا زالت بمنتصف الملعب من الطرف الأيسر. هذه انطلاقة الآن ديمي داوود السنغالي يبحث ويمرر تمريرة أولى والثانية، خذ وهات، ممتازة ممتازة ممتازة، مهارة. يلا يا ديمي داوود، هل هنالك حلول؟ لكن محاصر أمام حسين طارق اللي يغلق المنافذ بالكرة الماضية. غلق المنفذ وليس هنالك مجال للعبور. وهنا الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء والتسديدة، لكنها عادت مرة أخرى. هنا الدخول المباغت بلحظة من اللحظات، دخول داخل منطقة الجزاء والمخالفة الآن. شوف أعصاب من اللاعب السنغالي، ممكن يتحصل على بطاقة. اهدأ، لا داعي للاحتجاج، لا داعي للاعتراض. هنالك تشيكينج بينالتي. نشاهد اللقطة، هذه لقطة التدخل بالمخالفة ليست لقطة البنالتي. تشيكينج لا زال بغرفة الفيديو عن طريق ليث فرحان ورضا عباس. هنا الحديث، تشيكينج بينالتي، توقف المباراة بانتظار سماع القرار. هنا الدولي أحمد كاظم بحديث مع غرفة الفار ليث فرحان ورضا عباس. لكن خلينا نشوفها يا مخرج، خلينا نشوف اللقطة بزاوية أسهل. لكن على ما أعتقد ليس هنالك ركلة جزاء. أي نعم، استمرارية اللعب، نو بينالتي، استمرارية اللعب. وهنا الكرة تصل بالنسبة لي اللاعب ديمي داوود اللاعب السنغالي، دوران مع الكرة، تمريرة تصل بهذه الأثناء، تبادل للنقلات. لكن على ما يبدو لاعب مستلقي على أرضية الملعب يشكو من إصابة. سلامات سلامات سلامات، لا نتمنى مشاهدة الإصابات. نتكلم عن لاعبين نفط ميسان، على ما أعتقد هذا هو أنيس المعاري اللاعب اليمني. هنا توجيهات الأردني عبد الله أبو زمع صاحب ال50 عام اللي بدأ مسيرته التدريبية بعام 2013 مع نادي الوحدات الأردني. هنا نشاهد لعدم ماذا جرى، ماذا حصل لك يا أنيس المعاري. على ما يبدو شد عضلي من دون أي تلامس، من دون أي احتكاك. هنا اللقطة هذه اللي حصلنا فيها الى تشيكينج بنالتي على ما اعتقد. لكن هنا سلامات لأنيس المعاري. هنا حيدر عبيد لاعب دولي سابق، مثل المنتخب الوطني من عام 2000 الى 2007، سجل 3 أهداف خلال مسيرته مع المنتخب. لعب للزوراء، لعب للكرخ، للرفاع البحريني، لماسول القبرصي، ذوبهان الإيراني، لعب للنجف وأمارة بغداد. هذه مسيرة المدرب حيدر عبيد كلاعب. لكن كمدرب درب زاخو الصناعات الكهربائية وديالب والزوراء. هنا الحديث ما بين عبد الله أبو زمع واللاعب محمد سلام. وهنا الجماهير الميسانية الحاضرة الوفية المؤازرة للفريق أنيس المعاري سينهض للمتابعة. هنا لقطات تبادل أطراف الحديث ما بين اللاعبين. نتكلم عن القائد حسين طالب واللاعب أكبوتشو من التوغو. أنيس المعاري على ما أعتقد سيتلقى للإسعافات الأولية وثم استئناف اللعب. لازلنا والمباراة هادئة حتى اللحظة، المباراة هادئة حتى اللحظة من دون أهداف. لكن لازلنا بالدقائق الأولى. هنا كرة تلعب لكن الإبعاد إلى خارج الملعب، لا زال الانتظار. هذا هو حسين طالب يتركها إلى زميله، وزميله أيضا يتركها للآخر، يريدون تهدئة الأوضاع. شوف هو الأعصاب على ما يبدو ديمي داوود اليوم مزاجه متعكر شوية. يعني نشاهد باللقطة الثانية وهو يظهر بصورة عصبية. اهدى يا ديمي داوود، كرة لا زالت تلعب بلقطة ذكية جميلة. هل هنالك راية أو لا؟ لا، عادت هنا بالنسبة لي نفط ميسان، ولكن الأقرب الخط الدفاعي، الإبعاد وتشتيت الخطر. لكن هنا العودة والصراعات فيها دفع من الخلف، وبذلك مخالفة لمصلحة اللاعب فيدلس كوكو.
اللي امامك بالصوره اللاعب النيجيري فيدلس كوكو، سبق هو اللاعب اللي نفط ميسان. اليوم هذه المباراة تحمل معها الذكريات بالنسبة للنيجيري فيدلس كوكو، وبذلك الكرة تصل من الطرف الايسر، تمريرة لا زالت، ولكن على ما يبدو اصطدت نعم، موجود الحكم الرابع سجاد خالد قريب من الحالة، وبذلك الكرة تلعب بهذه الأثناء. الرأسية لا زالت قائمة، ومصطفى محمد جبر هو اللي أبعد الخطورة باللقطة الماضية. لا زالت الآن الكرة تلعب بهذه الأثناء، ربع ساعة أولى من شوط اللقاء الأول يا من تشاهدوا معنا بهذه المباراة. عاشقين ومحبين الغراف ومؤزرين ومحبين نفط ميسان بهذه المباراة الثالثة، الجولة الثالثة من دورينا. انطلاقة من فيدلس كوكو، لكن يدخل اللاعب مهند حبيب لإبعاد الخطورة. فيدلس كوكو نشاهد وننتظر، يعني الغراف قادمين من انتصار على الكهرباء بثلاثية مقابل هدف. فيدلس كوكو هذا اللي كان أمامك بالصورة هو سجل هدفين في مرمى الكهرباء، وزميل الآخر أوستن أوموتو سجل هدف. وبالمباراة الأولى تكلمنا نعم هو سجل على الموصل أوموتو، وبذلك هنا أحمد ناظم على التنفيذ. أحمد ناظم، مواجهة جنوبية خالصة ما بين أبناء ميسان وأبناء ذي قار، وبذلك الكرة تلعب بهذه الأثناء. تبادل التمريرات، لكن حتى اللحظة خلينا نكون صريحين، حتى اللحظة بناء اللعب من الخطوط الدفاعية غائب، يحتاجون للتركيز كلا الفريقين، بالأخص نادي نفط ميسان اللي كلما وصلت الكرة بحوزة الخط الدفاعي يلعبون الكرات العالية، يحتاجون لبناء اللعب للتركيز بصورة أكبر. الجانب الفني مهم جدا بالأخص بهكذا مباريات، يعني تلعب أنت على أرضك وما بين جماهيرك. حديثي يخص لنفط ميسان. أما بالنسبة للغراف طريقة اللعب واضحة على الأطراف، هكذا هي الحلول الذي يلعب بها المدرب حيدر عبيد. الكرة تصل الآن من الطرف الأيسر، انطلاقات، يعني كنت شاهد عيان على مباريات الغراف بآخر مباريات الغراف بالنسبة للدوري الممتاز الموسم السابق، يعني قدموا أداء جدا ممتاز ووصلوا إلى دور النجوم، ولم يكن وصولهم مجرد إضافة رقم، لا، وصولهم سيكون بصورة كبيرة. لكن إلا إذا تكلم نفط ميسان والكرة لعلي لطيف، لكنها اصطدت، وبذلك من الطرف في الأيسر. عودة الآن، شوف تراجع بالنسبة للاعبين الغراف، تراجع بصورة سريعة عندما تكون الكرة بحوزة لاعبين نفط ميسان، وبذلك الانتظار الآن ولا زلنا ننتظر ولا زلنا نشاهد، والأهداف حتى اللحظة تغيب عن هذه المباراة. لا زال هنالك الكثير. هنا تنفذ هذه الكرة من الطرف في الأيسر، هذا فيدلس كوكو. الله تلاعب ممتاز. لا زال النيجيري هنا يحاول الأسد النيجيري، لكن الكرة مستخلصة عن طريق الخط الدفاعي. تكلم عن العائد محمد سلام، وبذلك هنا الكرة الرأسية عن طريق القائد حسين طالب، وبذلك الكرة تصل مرة أخرى. هذا حسين طالب، استلام وتسليم وتحضير. الله على التمريرة ذكية وجميلة. لا زالت الآن هبد ديمي داوود، انطلاقة لنفط ميسان فرسان المملكة، والهدف الأول هل هو قريب؟ الكرة لا زالت على الطرف الأيمن لنفط ميسان، والرأسية والإبعاد، ولا زالت هنا من اليمين لكنها مرت إلى خارج الملعب. شوف المدرب اللي واضح أمامك بالصورة حيدر عبيد اللي يطالب اللاعبين الغراف بالهدوء. هنا أحمد، وعلى ما يبدو هنالك التغيير، نعم أنيس المعاري يغادر، أحمد جلال يشارك. سلامات للدولي اليمني أنيس المعاري، أحمد جلال يشارك بهذه المباراة. أحمد جلال اللي سبق وأن لعب لديالى ونفط البصرة، لعب للشرطة ولسوراء. تغيير اضطراري بالدقيقة 18 من شوط اللقاء الأول بالنسبة لأبناء محافظة ذي قار. تكلم عن الغراف، هذه كرة من ستار جبار إلى أكبوتشو، تبادل النقلات. لا زالوا يبحثون عن المساحات، لا زالوا يبحثون عن أي فرصة من أجل إضافة الأهداف، من أجل أن تتحرك المياه الراكدة حتى اللحظة. هنا كرة تلعب بالنسبة للغراف سريعة الآن،
بعدما كانت عند اللاعب حسن داخل، لكن وصلت من الطرف الأيمن هذه للغراف. وقوف على الكرة لكنها رمية جانبية. رمية جانبية. ديمي داوود هذا هو اللاعب السنغالي. عبد الله ابو زمع يشاهد وينتظر ان يجد الحلول لاضافه الاهداف. نتكلم عن الفريقين سجلوا اهداف بكل الجولات، الجوله الاولى والجوله الثانيه. يعني نفط ميسان اي نعم خسر من الميناء بثلاثي، لكن سجل باول مباراه سجل هدف، وبالمباراه الثانيه امام نوروز سجل هدفين، وبالنسبه للغراف سجل على الموصل هدف وعلى الكهرباء 3 أهداف. هذا هو حيدر عبيد يشاهد هذه اللقطة التي ضاعت، وعلامات الاستفهام واضحة على وجه المدرب حيدر عبيد. لذلك الآن هو شوط لجس النبض، اختبارات. شوف هنا الجماهير المتواجدة بأرضية ملعب ميسان الأولمبي، والكرة اللي تلعب بهذه الأثناء سريعة بمنتصف الملعب، رأسية. الكرات العالية اللي لا زال يعتمد عليها لاعبين نفط ميسان. هل هي الخيارات المدرب أو هو الضغط اللي يشكل لاعبين الغراف؟ شوف الدخول، شوف المهارة. الله 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 الله، حرام تكمل هذه اللقطة. الكرة بمهارة فردية جميلة، لكن الخط الدفاعي كان متواجدا. وهنا انطلاقة، هذا أموتو، أوستن أموتو اللاعب النيجيري إلى زميله حسن، أو هذا الآخر عباس فوزي. تمريرة لا زالت إلى أموتو. أموتو يغير اللعب من الطرف الأيسر إلى اليمين، رأسية تعود مرة أخرى. هذا أكبوتشو، لاعب أكبوتشو من التوغو. أكبوتشو إلى ستار جبار. نقل الآن إلى قائد الفريق حسن داخل. تبادل النقلات، تبادل التمريرات. نادي الغراف بداية قوية، بداية جيدة. هل تستمر النتائج الإيجابية أم هنا ستتوقف هذه النتائج أمام فرسان المملكة؟ وهنا الكرة تلعب ولا زالت بالنسبة للغراف. تبادل التمريرات، شوف كم نقلة، كم كرة تصل الآن للحارس مجتبى محمد. نقلة من الطرف الأيمن، هذا هو أكبوتشو اللي يبحث عن المساندة، وبذلك الكرة من الطرف الأيسر الرأسية. وين؟ والإبعاد من مهند، الإبعاد عن طريق اللاعب مهند حبيب، وبذلك الكرة تصل بمنتصف الملعب. يريد أن يمر أمام اللاعب ليم إسماعيل. وهنا انطلاقة لحسين طالب. حسين طالب يحاول من اليسار أمام الستار. مواجهة بدنية قوية، لكن يتفوق ستار جبار، وإلى ضربة ركنية. هذا هو ستار جبار لاعب نادي الغراف القادم من الكهرباء، وبذلك الكرة إلى ضربة ركنية الآن لنفط ميسان. فرسان المملكة يريدون أول الأهداف. هذه فرصة للفرسان، المحاولة لا زالت، يريد العبور. الله مرور جميل، الرأسية وين؟ وهنا الرأسية تصل لكنها سهلة بأحضان الحارس مجتبى محمد. تلعب الكرة الآن، انطلاقة من الجهة اليمنى، واستلام ولا أروع، وتمريرة ولا أجمل عن طريق اللاعب مصطفى عبد الجليل. تعود الكرة الآن إلى محمد سلام يتركها إلى واتارا إلى مصطفى محمد جبر. موسم آخر يضاف من مصطفى محمد جبر مع فرسان المملكة، وبذلك نشاهد الآن تبادل التمريرات. أصحاب الدار تحفظ موجود، لا يريدون تلقي الأهداف، بل هم من يريدون أن يسجلون الأهداف. هنا الكرة، الله على مرور لا زال. ديمي داوود، استلام وتسليم، تحضير من بين الأقدام. الله 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 الله، هذه فرصة خطيرة، وأول الفرص الخطيرة عن طريق السنغالي ديمي داوود. وصل وهدد بعد سلسلة من التمريرات مع زميله علي لطيف، وكذلك حسين طالب. سنشاهدها بالإعادة. وهنا شوف هي بدأت من الطرف الأيسر، مرور من بين الأقدام، تمريرة أولى. ديمي داوود نعم الوان-تو كان مع اللاعب علي لطيف، والتسديدة كانت قريبة جدا صراحة على مرمى الحارس مجتبى محمد. أجواء جميلة، أجواء صعبة، لكن المباراة لا زالت في بدايتها. يعني خلينا نقول 25 دقيقة مرت، هي كانت جس نبض.
هل هنالك الإرهاق هو من أثر على اللاعبين؟ لا أعتقد ذلك، يعني جولات تلعب بتوقيت مناسب جدا. وهنا الغراف، مسافة لم تكن مسافة بعيدة، يعني ما بين ذي قار وميسان 148 كيلومتر هو المسافة الفارق ما بين ميسان والغراف. عبد الله ابو زمع يعني بعد الانتصار على نوروز يعني اليوم طماع، يريد ان ينتصر بالمباراة الثانية على التوالي، هذا ما يريده، والطمع شيء عادي طبيعي بكرة القدم أن تنتصر وتبحث عن المزيد والمزيد، كما يريد الغراف اليوم، كما يريد أبناء ذي قار بعد الانتصارين على التوالي على الموصل وعلى الكهرباء، يريدون اليوم انتصار ثالث. لكن المباراة صعبة، خليني أذكركم أن المباراة صعبة. هذا هو البديل اللي شارك اللاعب أحمد جلال بعدما غادر اليمني أنيس المعاري بداعي الإصابة. الكرة إلى رمية جانبية الآن تلعب بهذه الأثناء الرأسية داخل منطقة الجزاء، لكن يتدخل الحارس أحمد خالد. ملعب ميسان الأولمبي اللي يتسع ل 25,000 مشجع، ملعب جميل صراحة. والكرة تلعب الآن بالنسبة لأحمد ناظم اللي غير اللعب بهذه الأثناء عن طريق اللعب حسن داخل إلى أكبوتشو. تمريرة أولى وثانية من الطرف الأيمن، ممتازة الكرة، محاولة لا زالت للغراف، يريدون بناء اللعب، يريدون أن يجدون الوقت المناسب للدخول. هذا الستار جبار يمرر لأكبوتشو، أكبوتشو يحاول نقله بالمنتصف، لكن هنا الصراع البدني، لا زالت الكرة انطلاقة نحو الأمام. هذا علي لطيف ينطلق، هل يسدد من هذه المسافة؟ بعيدة يا علي لطيف، بعيدة يا علي لطيف، تسديدة كانت من دون أي تركيز وبذلك طالت إلى خارج الملعب. يعني بعدما سجل اللاعب ماثيو وعلي لطيف هداف الانتصار على فريق نوروز، وبذلك هنا التسديدة الأولى بالنسبة للاعب علي لطيف بعدما حدد زميله ديمي داوود. كرة تصل الآن بالنسبة للاعبين الغراف، مباراة هادئة، رتم هادئ حتى اللحظة، لكن هنا تمريرة جميلة ذكية من أموتو وصلت من الطرف الأيمن، هذه للغراف، والرأسية عن طريق اللاعب محمد سلام، لا زالت من بعد. الله 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 على فرصة جميلة من بعد، كانت صعبة على أحمد خالد، لكن أموتو هل هنالك تدخل على الحارس أحمد خالد؟ سلامات للحارس أحمد خالد. تسديدة كانت قوية من هذه المسافة، شوفها بالإعادة، شوف الاستلام بالقدم اليسرى والتصويب عن طريق اللاعب ليم إسماعيل، وبذلك التصدي من أحمد خالد وتدخل من ديمي أو التدخل من اللاعب أوستن أموتو. سلامات لكن تشيكينج ريد كارد. مراجعة حالة الطرد، يعني شاهدنا بطاقة حمراء في الليلة الماضية في مباراة زاخو وديالا، اكتفى بالبطاقة الصفراء الدولي أحمد كاظم يشهر البطاقة الصفراء على اللاعب أوستن أموتو. خلينا نشوفها بصورة أوضح. هنا التسديدة عن طريق اللاعب ليم إسماعيل والتصدي المميز من أحمد خالد، لكن يعني الحارس صح الحارس كان هو الأقرب، أحمد خالد كان هو الأقرب لمسك الكرة، وأموتو تدخل باللقطة الماضية. شوف في اللقطة وكان أقرب نعم، لكن تبقى تقدير حكم اللقاء، وبذلك حتى اللحظة تشيكينج ريد كارد. وتحدثنا عن مباراة زاخو وديالا في الليلة الماضية، أيضا التدخل اللي كان موجود على حارس مرمى نادي ديالا من اللاعب ناصر محمدو اللي تعرض من خلالها للبطاقة الحمراء، يعني حتى اللحظة 6 بطاقات حمراء. أول بطاقة كانت على اللاعب حسن داخل لاعب الغراف، وآخر بطاقة في الليلة الماضية على اللاعب ناصر محمدو. حديث لا زال
أحمد كاظم بحديث مع ليث فرحان ورضا عباس بغرفة الفيديو، غرفة تقنية الفار. يطالب من الجماهير بالعودة إلى الفار، لكن هو يعني أحمد كاظم ينتظر القرار، لكن اكتفى بالبطاقة الصفراء وخلاص حسم الأمر. واستئناف اللعب الآن نصف ساعة، قريبين من الدخول لنصف ساعة أولى. حتى اللحظة اللي نشاهد سوى تسديدة خطيرة بالمباراة كانت عن طريق اللاعب ديمي داوود اللي نفط ميسان. مباراة هادئة، التحفظ موجود بالنسبة للفريقين، يعني الأمور واضحة. لكن هل نشاهد هدف بالربع ساعة المتبقية من شوط اللقاء الأول؟ كل شيء وارد. خلينا نشوف ننتظر الآن ونترقب من يسجل أول أهداف اللقاء، من يقص شريط البداية، فرسان المملكة أم نادي الغراف. كرة تعود للخط الدفاعي، هذه انطلاقة عن طريق اللاعب حسين طارق اللي يرسل كرة عالية من دون تركيز، وبذلك تصل للخط الدفاعي. تمريرة من محمد سلام إلى واتارا يغير اللعب من الطرف الأيسر. تبادل التمريرات، الجهة اليسرى هي الأكثر نشاطا بالنسبة لي نادي نفط ميسان، لكن هنا الأخطاء الفردية هي من تكلفهم قطع الكرة. إذا مصطفى محمد جبر. تمريرات الآن، مطالب لتهدئة الأوضاع من زميله اللاعب النيجيري ماثيو. كرة تصل الآن، تدخل لازال، تدخل مشروع اعتبره الحكم، وهنا انطلاقة لأموتو والحارس أحمد خالد. كرة تصل الآن بخارج القدم، جميلة للغراف. هل يسجل الغراف أول أهداف اللقاء؟ تمريرة لا زالت من الطرف الأيسر، نادي الغراف اللي بدأ يتحرك الآن. هنا حسن من اليمين، نقلة لا زالت، الاستلام والتحضير. الغراف الآن والكرة إلى خارج الملعب. هل غادرت أو لا أعتقد أنها غادرت، لكن الحكم قريب، حكم الراية بالأحرى هو الأقرب على ما يبدو غادرت. نعم، هذا اللي أمامك بالصورة مصطفى عبد الجليل. نادي الغراف، هذا النادي الجميل اللي هو حديث دورينا حتى اللحظة، وهنا صافرة على ما أعتقد. أي نعم، نادي الغراف هو حديث الجولات بملعبه بجماهيره بملعب الناصرية الدولي. نتحدث عن المباراتين اللي كانت أمام الموصل وأمام الكهرباء. الملعب ممتلئ على الآخر، الأجواء جنونية ومرعبة، وهنا الاختبار الحقيقي. اليوم يلعب خارج أرضا وأرضية ملعب ميسان الأولمبي، الأرض المفترضة لي أو الأرض الحقيقية لنادي نفط ميسان. ولكن النصف ساعة مرت ولا زال أمامنا دقائق لشوط اللقاء الأول، ولا زالت المباراة من دون أهداف. وهذه كرة تصل من الطرف الأيمن، يعني هم حبايب بالأخير، أبناء ذقار وأبناء ميسان، فريقين حبايب، ومواجهة جنوبية جميلة ما بين أبناء ميسان وأبناء ذقار. تحدث عن الغراف الذي تأهل ووصل لأول مرة في تاريخه إلى دوري نجوم العراق، اللي وصل بصورة كبيرة، اللي البعض كان يظن بأن هذا النادي مجرد تأهل بالصدفة أو ما شابه ذلك، لكن ثبتوا للجميع بأنهم وصلوا من أجل أن يضعوا اسم الغراف بالمراتب أو بالمراكز المتقدمة، المراكز الدافئة. نتحدث عن الغراف، ونتكلم أيضا عن نادي نفط ميسان اللي أنهى الموسم السابق بالمركز 11 برصيد 51 نقطة. هنا حيدر عبيد في حيرة من أمره، يعني نادي نفط ميسان أفضل مركز في تاريخ النادي هو المركز الخامس في موسم 2018-2019. الموسم السابق كان بالمركز 11، والموسم ما قبل السابق كان بالمركز العاشر. هذه هي إحصائيات نادي نفط ميسان. وبذلك الكرة تلعب الآن للغراف، خطيرة، لكن تدخل من واتارا الإيفواري موجود. الكرة لا زالت مستخلصة الآن إلى فرسان المملكة، انطلاقة لا زالت من اليمين، تحضير الآن والعودة مرة أخرى بالنسبة لي نفط ميسان. هذا لنفط ميسان، تبادل النقلات، تبادل التمريرات يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. مباراة حساب الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري نجوم العراق موسم 2025-2026 بنفس التوقيت. تلعب مباراة أمانة بغداد والقاسم،
وكذلك في الساعة 8:30 الموصل أمام النجف. كلا المباراتين حتى اللحظة من دون أهداف. نتحدث عن هذه المباراة وعن مباراة القاسم وأمانة بغداد، كلا المباراتين من دون أهداف حتى هذه الدقيقة، ولا زال التحفظ موجود. وهنا المشاهدة لهذه الأثناء، مشاهدة لهذه اللحظات. الغراف الذي يبحث أن يصل لأن يسجل أول الأهداف، والكرة مرت وعادت مرة أخرى. ضغط من الغراف، ضغط عالي من الغراف، لكن يحتاجون للتركيز لإضافة الأهداف، يحتاجون للتركيز لإضافة الأهداف. هذا هو ليم إسماعيل، حصل على البطاقة الصفراء الدقيقة الأولى و15 ثانية. لا زال الانتظار لشوط المباراة الأول، هل تحضر فيه الأهداف أو لا؟ لنشاهد، لنترقب هذه الكرة اللي طالب، وهي مخالفة بالنسبة للاعب مصطفى عبد الجليل. ننتظر الآن استئناف اللعب، تصل الكرة لحسين طالب، لكن أكبوتشو هو الأقرب. أكبوتشو تحدث عن مدينة الشعر والشعراء، مدينة العلم والأدب. تكلمنا عن الغراف وعن ذيقار وعن الناصرية وعن أريدو وكل العاشقين والمحبين بالنسبة لنادي الغراف. يعني نتكلم عن الغراف، النادي اللي يمثل ذيقار هو نادي الناصرية اللي تأهل قبل 15 سنة إلى الدوري أو دوري نجوم العراق بالمسمى الحالي، يعني بالسابق هو الدوري الممتاز، يعني الدوري الدرجة الأولى، بعد ذلك الممتاز، بعد ذلك دوري نجوم العراق. وهنا الكرة اللي مرت على اللاعب أحمد، مرت على أحمد جلال اللي أمامك بالصورة. جماهير تؤازر، نستمع إلى أصوات الجماهير حاضرة بصورة عالية، والمباراة لا زالت من دون أهداف. هذه الكرة اللي لعبت لكن لم يستلمها كما أراد أحمد. هنا بعض اللقطات بالنسبة للاعبين نفط ميسان، لكن التمريرة تصل لأحمد خالد بهذه اللحظات، حارس المرمى أحمد خالد اللي ينتظر بهذه الأثناء. مباراة هادية حتى اللحظة من دون أهداف، الكل ينتظر أن يسجل، أن يقصون شريط البداية، لكن الرتم هادئ واللعب بالكرات العالية لن يكون هو الحل وسط هذه التكتلات الدفاعية. بالنسبة للغراف وصل لمرة واحدة وكان يهدد تهديد صريح للحارس أحمد خالد، ولكن ديمي داوودة اللاعب السنغالي اللي وصل وهدد مرمى الحارس مجتبى محمد، وبكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لحارس المرمى مجتبى محمد. كرة الآن لاعبين نفط ميسان يتبادلون الكرات بالخطوط الدفاعية، لكن بالنسبة للمساحات اللعب على الأطراف هذه خطيرة، لكن فيها راية على ما يبدو. لا هنا الاستخلاص لو وصلت لحسين طالب ولو تدخل باللعب لكان هنالك راية. كرة تصل الآن إلى رمية جانبية، كل ما يحتاج المدرب الأردني عبد الله أبو زمع مدرب نادي نفط ميسان هو التركيز وعدم اللعب بالكرات العالية. هذا اللي يتحدث عنه الكرات العالية، لكن هذه المرة هل تأتي بثمارها؟ الكرة مرت، هذه المرة تكررت هذه اللقطات لأكثر من 10 دقائق. هي الكرات العالية بالنسبة لي نفط ميسان. الله مرور جميل، تلاعب الآن أحمد ناظم يتحصل على المخالفة. شوف المدرب حيدر عبيد قريب جدا من خط التماس وتوجيهاته على كل لقطة تشاهدها بالنسبة للاعبين الغراف، دائما ما تشاهد مواكب كل اللقطات. وبذلك الكرة للاعب أكبوتشو، وعلى ما يبدو لم تنفذ بعد، بانتظار التنفيذ عن طريق القائد حسن داخل. هي مخالفة ليست رمية جانبية. حسن داخل القائد ينفذ الكرة، تصل بالنسبة لأوموتو. هنا الصراع البدني خط المنتصف، يعني بعدما تحصل اللاعب ليم اسماعيل على البطاقة الصفراء نوعا ما فقد حرية الكاملة بالالتحامات والاحتكاكات، لأنه يخشى البطاقة الحمراء، لا يريد أن تظهر البطاقة الحمراء. هذه الكرة الآن تصل لواتارا اللاعب الإيفواري. واتارا المدافع اللي يعتمد عليه أي مدرب يصل لقيادة نفط ميسان، شاهدناه بالموسم السابق أيضا قدم أداء مميزا، لكن هنا الكرات العالية لا زالت مستمرة ولم يجدون السبيل. ليس هنالك طريق أمام مدافعين الغراف، التكتلات الدفاعية والتمركز الدفاعي المميز. وهنا الكرة السريعة بالنسبة لأوموتو، لكن الكرة تعود الآن. هذا ليم إسماعيل،
هذا ليم اسماعيل او زميله، هذا بيدلس كوكو، كوكو يمرر لاموتو النيجيري الى مواطن النيجيري، هذه خطيره للغراف، هل يسجل من خلالها ابناء ذيقار؟ والكره الى خارج الملعب. شوف يحتاج للتركيز، تحدثنا عن الطرف الايمن بالنسبه للاعب حسين طارق، هذه الجهه اللي تحتاج الى فاعليه هجوميه ليس فقط دفاعيا، دفاعيا ممتاز لكن هجوميا حتى اللحظه العرضيات لم تصل بالصوره الكافيه، الكره مرت من دون اي تركيز الى خارج الملعب، وبذلك 40 دقيقه مرت يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكه الاعلام العراقي حتى اللحظه. التعادل السلبي يسيطر على اجواء اللقاء، ملعب ميسان الاولمبي اللي يحتضن هذه المباراه في الجوله الثالثه ضمن منافسات دوري نجوم العراق، لكن هنا الكرة إلى رمية جانبي، رمية تماس، لا زلنا نشاهد، لا زلنا ننتظر. هذا هو أحمد ناظم، تلعب الكرة لكوكو، فيدلس كوكو إلى ليم إسماعيل، ليم إسماعيل يبحث عن المساندة، يبحث عن الحلول، الكرة تلعب يسارية جميلة، ومصطفى محمد جبر هو الأقرب باللقطة الماضية. مصطفى محمد جبر اللي لا زال حاضرا حتى اللحظة، تكلمنا عن الديربي النفط كذلك الموسم السابق، النفط والنفط ميسان انتهت من دون أهداف 0-0، تحفظات الموجودة وهذه خطيرة للفرسان، تمريرة من دون أي تركيز، تمريرة من دون أي تركيز مرت باللقطة الماضية، هذه انطلاقة، هذا حسن داخل يمرر من اليسار إلى أوموتو، أوستن أوموتو، والكرة الآن لأحمد ناظم تصل لمنتصف الملعب، وسط الملعب، السيطرة الكلية بالنسبة لنادي الغراف اللي يسيطر بصورة كبيرة على منتصف الملعب. هذه الكرة تعود الآن إلى أكبوتشو، أكبوتشو يبحث عن المساحات، تبادل للنقلات، تبادل للتمريرات، خط الدفاعي، هذا هو مجتبى محمد إلى ستار، ستار جبار، ستار جبار اللي يرسل كرة الآن لزميله أحمد ناظم من اليسار، أحمد ناظم، هي كرة إلى فيدلس كوكو، فيدلس كوكو، مرت الكرة من الطرف الأيسر، أحمد ناظم عرضية سريعة، وواتارا موجود، واتارا موجود باللقطة الماضية. كرة تعود الآن، الغراف أصبح أكثر توازنا الآن، أكثر سيطرة، ومن الممكن أن يسجلون أول الأهداف، هل يفعلها الغراف؟ الكرة عادت إلى المرتدة، للمرتدة، للمرتدة الآن، هذا ديمي داوود الغزال السنغالي ينطلق، والتمريرة الذكية لحسين طالب، هذا الليدر، هذا القائد يحاول أن يبحث عن علي لطيف، والكرة اصطدت، والتصويبة القوية لكنها اعتلت إلى خارج الملعب. القائد حسين طالب جرب حظه هذه المرة، لكن الكرة مرت، حيدر عبيد يناظر، مدرب نادي الغراف صاحب 46 عام، هنا حديث هذا الموسم حتى اللحظة، جماهير الغراف الجميلة. كرة والتسديدة كانت عن طريق اللاعب حسين طالب لكنها مرت إلى خارج الملعب. جماهير الغراف وعاشقين من يمثل حافظة ذيقار، عاشقين والمحبين يقطعون المسافات من أجل مؤازرة الغراف، لكن أصحاب الدار اليوم فرسان المملكة ليس صيد سهل على الغراف، لكن مباراة لا زالت فيها الكثير، مباراة لا زال فيها الكثير والكثير، وبانتظار الشوط الثاني، يعني دخلنا بالدقيقة 43 دقيقتين عن نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، وبعد ذلك الدخول بالوقت البدل الضائع. أما بعد إذا لم تظهر الأهداف أو إذا لم تحضر الأهداف بشوط اللقاء الأول، ممكن نشاهدها بالشوط الثاني، أقول ممكن، يعني مجرد توقع. حتى هذه اللحظة التحفظ موجود، الخطوط الدفاعية تقدم أداء مميزا، يعني الأخطاء موجودة، أتحدث عن الأخطاء موجودة، لكن التمركز بصورة ممتازة، التمركز بصورة ممتازة. متى سيصل الخبر السار وهو الهدف؟ لا يهمنا إذا سجل بالنسبة كمعلق، أتحدث لا يهمني أن سجل نفط ميسان أو الغراف، أنا أتمنى أن نشاهد الأهداف من أجل أن تزيد متعة اللقاء، أن نشاهد مباراة مختلفة. الكل يعلم بعد وصول الأهداف تتغير شكل المباراة بالكامل، يعني هذه كرة لا زالت بالنسبة
لنفط ميسان. الفرسان الآن تمريرة ثانية لم تكن موفقة يا علي لطيف، والكرة الآن لأكبوتشوب اللي شتت الخطر بكرة تصل إلى رمية جانبية، رمية تماس. ننتظر ونترقب كرة من بين الأقدام، لكن عودة لا زالت لم تغادر هذه انطلاقة، والآن غادرت إلى خارج الملعب. تحدث عن نفط ميسان فرسان المملكة الموسم السابق، سجل 42 هدف واستقبل 46 هدف، فاز ب 14 مباراة، خسر ب 15 مباراة، تعادل ب9 مباريات. أكبر فوز كان على نادي الحدود وكربلاء بنفس النتيجة 3-1، وأكبر خسارة كانت أمام الشرطة والنجف وادهوك. من الشرطة 4-0، من النجف 4-1، ومن ادهوك 2-0. لكن هذا الموسم جديد، موسم جديد من أجل التعويض، من أجل تقديم أداء مختلف، من أجل البحث عن المراكز المتقدمة. حق مشروع لكل الفرق أن تنافس، أن تبحث، وهذا فيدلس كوكو من اليسار الآن. هذا لا زال كرة تلعب من الطرف الأيسر بالكعب، جميلة الله لو اكتملت اللقطة، لكن مصطفى محمد جبر موجود. أيضا دقيقتين وقت كبدل ضائع، 120 ثانية على نهاية الشوط الأول، ولا زالت المباراة من دون أهداف، إلا إذا تكلم الغراف، إلا إذا حضر الغراف، إلا إذا سجل الأبيض، إلا إذا دون الغراف. هل يفعلها الأبيض؟ لا زالت للغراف، والكرة اصطدت وعادت مشروع مرتدة الآن لفرسان المملكة. هذه لفظ ميسان، انطلاقة جميلة، يتدخل أكبوتشو باللقطة الماضية. الكرة لا زالت تلعب بهذه الأثناء على الطرف الأيسر، تمريرة ذكية ولا أروع باللقطة الماضية، ولا زالت الآن عن طريق اللاعب ديمي داوود المهاري السنغالي يحاول، لكن الكرة اصطدت وعادت. آخر دقيقة، ماذا لديكم يا نفط ميسان؟ أي مفاجأة هنا، أي مفاجأة يا حسين طالب؟ والكرة لا زالت هذه الرأسية، والأقرب مجتبى محمد. إذا مجتبى محمد الحارس القادم من نفط البصرة إلى قيادة شباك نادي الغراف. شاهد بالإعادة، هذا هو اللاعب فيدلس كوكو اللي سقط أرضا بعد قطع الكرة من اللاعب علي لطيف بصورة ممتازة. 20 ثانية على نهاية الشوط الأول، وماذا يخبئ لنا الغراف؟ على ما أعتقد شوط أول هم يريدون، الفريقين يريدون أن ينتهي سلبيا من دون أهداف. الشوط الثاني ستتغير الأمور على ما أعتقد، هو مجرد توقع. نتمنى أن نشاهد الأهداف، نتمنى أن نشاهد الهجمات أيضا صافرا لنهاية شوط اللقاء الأول. لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة بالشوط الثاني.
4 مخالفات. نادي النجم مقابل مخالفتين خطير. جول 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 أول يأتي في اللقاء. ثامر الصالحي يسجل هدف الأول في هذه المباراة، اهتزت شباك النجف. سجل ثامر الصالحي. جول في غفلة من دفاعات النجف. سجل ثامر الصالحي بكرة رأسية. جول أكيد أفرح جماهير ديالا، أفرح كل من يشاهد المباراة. الله 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 الله، وضحى بإتقان على يمين حارس المرمى. شوف هذه الكرة بالراس. الله الله، بشكل رائع جدا، وفاجأت حارس المرمى ايضا بغفله ايضا من دفاعات نادي النجف بسوء رقابه، ولكن بشكل رائع جدا سجلها. سجل ثامر الصالحي الهدف الاول. التسديدات المباشره على الخشبات الثلاث. هنا تمريره خاطئه والهدف الاول للصقور. الله 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 الله، حلق أيها الصقر ولا تبالي. بعد كل سقوط هنالك نجاح. القوة الجوية، العريق، هنا التاريخ، هنا العراقة، هنا الحارث حاتم للمباراة الثانية يسجل، للمباراة الثانية على التوالي. خطأ فادح يستغله هنا الحارث حاتم. الله 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 الله، شوف التمريرة الخاطئة التي قدمت على طبق من ذهب. الحارث حاتم هو تركها لكن عاد للمتابعة. جول 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 جميل جميل جدا لأبناء القوة الجوية. هنالك نعم الأخطاء، وهنا المفاجآت، وهنا الحارث حاتم يسجل أول أهداف اللقاء بالنسبة للقوة الجوية. هنا الصقور بدأت بالتحليق، هنا الاحتفالية. نعم الحارث حاتم يجب الاحتجاج. المدرب هو من يمتلك الصلاحية الكاملة. وهنا أمجد عطوان. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. أمجد عطوان عاد من الحرمان ليسجل هدف عالمي 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 لأبناء الخابور. يعرفون طريق المرمى جيدا، وأن لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى فاعتبروها هنا الجولة الأولى. أمجد يا أمجد، أمجد يا أمجد، الله عليك يا أمجد. قدم يمينية قوية قوية باغتت حارس المرمى محمد صالح، وبذلك هدف التعديل. هدف التعديل. أبناء الخابور حتى وإن غابت جماهيره فهم على قدر المسؤولية، وهذا ما ترجم أمجد عطوان وسجل هدف ولا أروع في مباراة الأولى بعد العودة من الحرمان. ديبوتي يتركها الآن. الله 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 الله، جول اليمني من اليمن السعيدة ناصر محمدو يسجل ثاني الأهداف ويقلب الطاولة على القوة الجوية. الله 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 الله، سيمفونية تعزف بأقدام لاعبين أبناء الخابور. هدف يدرس، هدف جميل. تمريرة محمد علي عبود التغيير الناجح، تمريرة ولا أروع لمحمد ياتارا. قال له تفضل سجل لناصر محمدو، وهدف ثاني. شوف هل هنالك راية، هل هنالك تسلل؟ ننتظر ونشاهد. تمريرة ذكية ولا أروع، لم يكن أنانيا محمد ياتارا، وناصر محمدو يسجل الثاني. شوف التغييرات ماذا صنعت، ماذا قدمت يا وسام رزق. هي بدأت من محمد علي عبود الذي شارك قبل دقائق، وانتهت بالبديل الآخر آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. الله، يقتنص الهدف الأول، يقتنص الهدف الأول والأسبقية الكرخ في لحظات دفع فيها وميض منير بالأسماء وعناصر الخبرة
لإنقاذ الموقف، يعطي الأسبقية اللاعب من هناك محمد، يقتنص محمد خالد كوفي أمام فريق السابق في كرة لم تكن على البال والحسبان. نعم، حتى أنا شخصيا توقعت بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية اللاعب محمد خالد كوفي في كرة مباغتة مفاجئة للجميع، مفاجئة. نعم، على الرغم من قصر قامة الجزاء للهدف الأول للقاسم، ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات، والهدف الأول لمصلحة القاسم في هذا الموسم وفي هذا اللقاء. يعادل حيدر عبد الرحيم في وقت مثالي وفي زمن مثالي وفترة مثالية يحتاج بها فريق القاسم. نعم، أن يجمع شتاته وأن يستعيد سيطرته وأن يعود للمنافسة من جديد. نعم، فريق نادي القاسم يدون هدف التعادل، محمد شاكر في جهة وكرة حيدر كرة التعديل في جهة أخرى. يدون القاسم هدف التعادل. نعم، وهذه النظيفة أمام نادي النفط. الله، والثاني الغلفار، هدف أول، وعاد من هناك للتسجيل حيدر يسجل، حيدر يظهر، حيدر يدون، ولكن الفار أيضا ربما له رأي آخر، أو يونس نعم غني، ولكن حيدر ويونس، وفي النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب محمد خالد كوفي؟ نعم، يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها وكانت بمتناول وليد. نعم، وليث معا يتصدى، لكن تدخل تقتحم وتسجل الهدف الثاني لمصلحة الكرخ، سنتحدث بعد هذه الكرة. محاولة خطيرة، الله، جول لفرسان المملكة. هدف عن طريق النيجيري ماثيو، وفرحة جماهير فرسان المملكة. أول لنفط بيسان عن طريق الفنان طبعا ماثيو يفتتح التسجيل لفرسان المملكة. شوف من هنا بدأت القصة. حسين طالب عملية تحضير هذه المرة، شوف من اليمني يوسف، وهدف رائع، هدف جميل عن طريق ماثيو النيجيري لفرسان المملكة، لنفط ميسان عن طريق الفنان ماثيو. هدف أول لنفط ميسان عن طريق الفنان رستم، وجول لنادي نوروز. هدف التعديل، يعدل آسو رستم، يعدل الكابتن لنوروز، وواحد الآن التعادل بين نفط ميسان ونوروز في الوقت بدل الضائع. آسو رستم، هذا بالمناسبة هدف الثاني في دورينا، سجل على الكهرباء ويسجل الآن بالنسبة لآسو رستم، وبالتالي هدفين لآسو في كل جولة، هدف لغاية الآن سجل على الكهرباء ويسجل الآن أيضا. وآسو رستم طبعا ركلة جزاء مثالية، وشوف التنفيذ، وأحمد خالد بجهة والكرة بجهة، التعديل لنوروز حبايب بالواحد لغاية الآن. تقدم ميرسيش، قطع للكرة، الخطأ الآن
ثاني لنفط ميسان. لطيف يا لطيف على هذا الهدف. علي لطيف بهدف ثاني، ولفرسان المملكة بخطأ من المدافعين، وبالتالي هدف ثاني لفرسان المملكة عن طريق علي لطيف. 2-1 أصبحت. شوف الخطأ هنا من اللاعب كريستيان توتيتش أو الفرنسي باتينا تأخر، وبالتالي علي لطيف وثاني الأهداف لنفط ميسان. لاحظ التركيز، وعلى يمين الحارس هذه شاكر، وبالتالي بقلق. لذلك عاد كل الفرقة إلى الخلف بغية تنظيم الخطوط. وهنا الكرة خاطئة. يا قابيل الله يا قابيل. الإمبراطور هنا يظهر من جديد بالوجه الجديد بالشكل الجديد. أربيل يضرب من جديد، ومصطفى قابيل بعد خطأ لا يغتفر من المدافعين يكسر كل الخطوط، يسجل من جديد ويظهر من جديد ويضيف هدفا جديدا لأربيل. فرحة في القلعة، فرحة في كل مكان في صلاح الدين، في كل أماكن أربيل. يأتي أربيل ليسجل الهدف، والجنرال هنا على عكس المسرى، على عكس الاتجاه. ظننا أن الجميع في مناطقهم، ولكن هذا الرجل اختبأ في مناطق الميناء، أخذ كرة من المدافعين. لاحظ هنا السس بنيران صديقة. من أين أتيت يا قابيل؟ من أين جئت يا قابيل؟ إعبادي راح، إعبادي مر منه قابيل ووضع الكرة في مرمى علي. هذه الكرة، وأي مدافع يفعل كل هذا يا مجتبى علي؟ ماذا فعلت يا مجتبى علي؟ ماذا صنعت يا مجتبى علي؟ وأي خطأ ارتكبت؟ هنا خطأ كبير، هنا صناعة جميلة، هدف وتمرير على طبق من ذهب، مر من خلالها قابيل، فتح زاوية لتسجيل هدف، وضع الكرة في مرمى علي عبادي. والهدف الأول يأتي في الدقيقة 26 لصالح فريق أربيل. هذا الرجل موجود يقول أنا حاضر أنا موجود، لكن البوادر حتى الآن ليست هي البوادر، بينما كرة تلعب للثانية لعيب، للثانية حريف، للثانية ممتع، للثانية مستقبل الهجوم. يسجل الهدف الثاني ويلمع بين النجوم في سماء البصرة. الهوليري الأربيلي المعروف مصطفى قابيل يسرق كرة ثانية من علي عبادي، والمصايب على لؤي صلاح لا تأتي فرادا. استمتع في لعبة البلاي ستيشن وسجل الأهداف على الطريقة الجميلة. الجنرال عمل العمايل، الجنرال يعمل انتفاضة هنا، يواصل التقدم، وأربيل يسجلون الهدف الثاني. يأتي الهدف الثاني للإمبراطور. كرة ذهبت وانتظروا الجميع. نتحدث عن الدفاعات. هذا عبادي لم يحسم، هذا عبادي لم يمسك، والكرة في المرمى يا عبادي، الكرة في الجول يا علي. لاحظ هنا الكرة التي أتت، الكرة التي لم تأتي مع علي عبادي ولكنها تتبع قابيل. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أجدد التحية معلقكم حسين سمير واصفا لهذه القمة المواجهة الجنوبية الخالصة ما بين نفط ميسان والغراف، ما بين أبناء ذيقار وأبناء ميسان هنا بأرضية ملعب ميسان الأولمبي. إذن التغيير بالنسبة نفط ميسان، علاء سعد يشارك بهذه الأثناء
وصافرة الدولي أحمد كاظم بانتظارها لانطلاق صافرة شوط اللقاء الثاني بعدما انتهت 45 دقيقة بالتعادل السلبي من دون أهداف. على بركة الله صافرة الشوط الثاني تنطلق بهذه الأثناء على يسار الشاشة بألوانه البيضاء نادي الغراف، وعلى يمين الشاشة بألوانه العنابية نادي نفط ميسان. إذن الصافرة انطلقت والكل يمني النفس بأن نشاهد شوط ثاني مختلف. هنا الكرة العالية كان أن يعطي مبدأ إتاحة الفرصة الدولي أحمد كاظم، لكن بذلك الانتظار. الآن 0-0 من دون أهداف، 45 دقيقة انقضت وانتهت، والمتبقي 45 دقيقة أخرى للشوط اللقاء الثاني. الآن لمسات المدربين. إذن عبد الله أبو زمع المدرب الأردني وحيدر عبيد مدرب الغراف. تلعب الكرة من الطرف الأيسر. هل نشاهد شوط ثاني مختلف عن الشوط الأول؟ هل نشهد حضور الأهداف؟ هنا كرة من الطرف الأيمن. هذا أحمد يحاول تمرير عن طريق اللاعب أحمد جلال. كرة تصل لحسن داخل اللي يبحث عن المساندة. تمريرة من الطرف الأيمن حسين طارق، لكن كرة لا زال الله مرور تمويه تلاعب. كرة أرسلت والمطالبة بالمخالفة. حسن داخل مستلقي على أرضية الملعب، لكن متابعة الآن محمد سلام ينطلق نحو الأمام. كذلك نفس النتيجة 0-0 انتهت بالشوط اللقاء الأول بالنسبة لأمانة بغداد والقاسم. إذن التغيير اللي أجري بإضافة اللاعب اللي أصبح هو قائد الفريق علاء سعد بعدما غادر اللاعب حسين طالب، ووليم إسماعيل كذلك غادر، وشارك اللاعب منتظر ستار. بالنسبة للغراف تغييرات وإضافات عن طريق المدرب حيدر عبيد والمدرب عبد الله أبو زمع، وبذلك الكرة تعود من مصطفى محمد جبر. تمرير الآن تلعب بصورة سريعة من مهند حبيب، لكن استلام ممتاز، استلام جميل. ستار جبار اللي ينطلق نحو الأمام يمرر بمنتصف الملعب. أحمد الآن أحمد جلال ينطلق نحو الأمام يحاول أن يجد المساحة. أحمد جلال هل يتكلم الآن؟ هل يظهر الغراف؟ لكن كرة مستخلصة تصل من اليسار. انطلاق عن طريق يوسف الحميمي اللاعب اليمني، وهذه المحاولة لكن أكبوتشو موجود. أكبوتشو إلى مجتبى لأكبوتشو، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. الكل لا زال ينتظر، الكل لا زال يترقب من يسجل أول أهداف اللقاء. هل هي الضربة الأولى ستكون لفرسان المملكة أم للغراف؟ هنا الأسئلة تدور بالأذهان. هذا هو أكبوتشو من التوغو، اللاعب أكبوتشو مثل نادي الغراف، وبذلك على تنفيذ الرمية الجانبية الآن. على تنفيذ الرمية الجانبية مصطفى عبد الجليل ينفذ الكرة، تعود له مرة أخرى. تمويه ممتاز، تبادل للتمريرات، مساحة حاضرة، العرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة لا زالت خطيرة، لكن دوران هذا هو البديل. القائد علاء سعد دوران مع الكرة مستخلصة للمرتدة. الغراف والانطلاقة. أموتو، لكن هنا التدخل ومهند حبيب بصورة ممتازة. مهند حبيب يتدخل بالكرة الماضية بصورة مميزة، وبذلك الكرة تبعد إلى رمية جانبية لمصلحة الغراف. تدخل على ما أعتقد نعم مشروع، ليس هنالك مخالفة. هو الأقرب مهند، هو أبعد الكرة، هو شتت الخطر مهند حبيب، وبذلك هي رمية جانبية الآن. تحدث عن اللاعب مهند حبيب يقدم أدوار دفاعية مميزة خلال هذه المباراة. كرة تلعب ولا زالت من الطرف الأيمن، ورمية جانبية الآن. صراحة الشوط الأول كان مستوى طبيعي، لم يكن بصورة الكافية، والتحفظ كان موجود بصورة كبيرة من الطرفين، بالأخص الخطوط الدفاعية. يعني مواجهة للمرمى كانت عن طريق اللاعب ديمي داوود اللاعب السنغالي. وهنا رمية جانبية نشوفها بالإعادة. سوء الاستلاء أو سوء الترويض الكرة كان أمام اللاعب أموتو. الدربل لم يأتي بالصورة الكافية، وبذلك الكرة تلعب الآن. مهند يمرر، لمسة لا زالت. هذا علي لطيف اللي سجل بشباك نوروز بعدما سجل أيضا زميل اللاعب ماثيو. والكرة تلعب الآن إلى رمية جانبية. المدربين الآن أيضا في حيرة من أمرهم، بالأخص بالشوط الثاني. هو شوط المدربين سيحتاجون لإضافات. أجروا التغييرات. هنا جماهير فرسان المملكة، الجمهور الميساني العاشق والمحب لنادي نفط ميسان، يلعب بأرض اليوم تحت أنظار جماهيرا. هذا
هذا ما يعطيه الأفضلية كما جرت العادة مع الغراف بأول مباراتين أمام الموصل ونوروز. هو اللي كان يمتلك الكفة الأعلى لأنه يلعب على ملعب الناصرية. هنا كرة لحسن داخل، تمريرة لا زالت، انطلاقة نحو الأمام لكنها لم تمر، عادت مرة أخرى. هذا هو فيدلس كوكو، تمريرة لا زالت لحسن داخل، فاعلية أكبر لخط الوسط بالنسبة للغراف بالشوط الثاني. هو من الشوط الأول كان ممتاز بخط الوسط، لكن الآن الفاعلية أكبر. كرة تلعب، تبادل التمريرات، يحتاجون للتركيز كلا الفريقين، الأوقات أصبحت صعبة. نتكلم عن نادي الغراف، هذا النادي اللي تأسس في عام 1994، هو نادي متعدد الرياضات. سابقا كان فريق الطائرة هو الفريق الأكثر فاعلية، لكن الآن الأنظار تتجه إلى فريق كرة القدم. أول وصول لدوري نجوم العراق في تاريخه هو هذا الموسم، بعد أن حصل على المركز الثاني بالدوري الممتاز بعد نادي الموصل بفارق نقطة واحد. هذا الموسم نادي الغراف يلعب على ملعبه الجميل، ملعب الناصرية الدولي اللي يحتضن 20,000 مشجع، اللي امتلأ على الآخر بمباراتين على التوالي. كرة لأموتو لكن الرأسية أبعدت باللقطة الماضية. هنا نتحدث أيضا ما قبل انطلاق دورينا المباريات الودية التحضيرية بالنسبة للغراف. لعب مع النفط وخسر 1-0، لعب مع الجبلين السعودي وانتصر 3-1، لكن هنا المحاولة للغراف من الطرف الأيسر، خذوهات لا زالت، لكن الإبعاد. نتحدث عن المباريات الودية التحضيرية للغراف بعدما فاز على الجبلين السعودي، لكن كلما نذكر الجبلين تصل هجمة والتسديدة لكنها إلى خارج الملعب. أيضا بعد ذلك لعب مع القوة الجوية في مباراة ودية وانتصر بنتيجة 1-0، ولعب مع الكهرباء وانتصر بثنائية مقابل لا شيء. هذه هي المباريات الودية التحضيرية لنادي الغراف، لكن بعدها انطلق الموسم وانطلق الدوري، ولعب أول مباريات مع الموصل في ملعب الناصرية، انتصر 1-0، بعدها انتصر على نوروز. وهنا الكرات العالية، شوف التركيز. عندما أتحدث عن التركيز يجب أن تركز أنت كذلك عزيزي المشاهد. أنا أتحدث عن الدخول من الأطراف، من الطرفين بالأخص عندما تكون الكرات العرضية هي غابت عنها التركيز، غابت عنها المحاولات. يبحثون الدخول من العمق الآن، والتكتلات الدفاعية لا زالت محافظة على نسق مميز حتى اللحظة. الكرة تعود الآن بالكرة الماضية، تعود الحارس مجتبى محمد، بذلك يتركها لزميله ستار جبار. نقلات لا زالت بالنسبة لي أبناء الغراف. نادي الغراف يحاول أن يصل ليسجل هدف، ونفط ميسان يمني النفس بأن يصل ويدون أول الأهداف، ولا زالت المباراة من دون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة تلعب جميلة أموتو، لم يصل إليها أموتو. مهند لا زال يقطع الطريق، وزير الخط الدفاعي بالنسبة لنفط ميسان. كرة تلعب من الطرف الأيمن، انطلاق الآن، هذا هو على سعد. هل يأتي بالسعد بهذه المباراة؟ الكرة لا زالت بهذه الأثناء بمنتصف الملعب. نخدم اللاعبين على مستوى لاعبين نفط ميسان، والكرة تعود ويحمل شارة القيادة بهذه المباراة. الله، تمريرة جميلة لا زالت. فرسان المملكة هل يتكلمون؟ والتسديدة القوية من هذه المسافة البعيدة عن طريق اللاعب أولادمو ماثيو، اللاعب النيجيري أولادميلا ماثيو اللي جرب حظه باللقطة الماضية. اللاعب النيجيري اللي سجل بشباك نوروز، أولادميلا ماثيو. وبذلك الكرة الآن لحارس المرمى مجتبى محمد. ملعب ميسان الأولمبي اللي يتسع ل 25,000 متفرج، يعني كمساحة كعدد المقاعد الجماهير وأكبر من الملعب الناصرية. لكن هنا الكرة تصل من الطرف الأيمن، وهذه خطيرة لديمي داوود، وستار يتدخل، تعود إلى علي لطيف. هذه خطيرة تسليم الله على الفكرة، لكنها لم تصل، لم تتجاوز هنا الخط الدفاعي أو لاعب الوسط. حسن داخل، كرة لأحمد جلال، انطلق راح كالسهم يحاول. هذه فيها بطاقة على ما يبدو، عملية السحب واضحة، عملية الشد موجودة، والدولي أحمد كاظم نعم سيشهر البطاقة الصفراء، يعني هي واضحة. شوف الانطلاق مصطفى عبد الجليل، عملية السحب من القميص، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على اللاعب مصطفى عبد الجليل. مخالف الآن لمصلحة لاعبين الغراف في هذه الأثناء. الغراف هل كان انذار شفهي
أو حضرت البطاقة، لا أعلم. خلينا نتأكد باللحظات القادمة. لكن عندما شاهدت أحمد كاظم ذهب للاعب ونوعا ما أشهر البطاقة. هذه كرة تعود بمنتصف الملعب، ستار جبار يرسلها من الطرف في الأيسر، سريع الكرة وغادرت إلى خارج الملعب. مصطفى محمد جبر، هذا هو اللاعب أحمد ناظم. والحديث لا زال. الآن الكل يتساءل، الكل يمتلك سؤال يدور بأذهانه: من يسجل الهدف الأول؟ هنا لقطة الجماهير الحاضرة والمؤازرة، هدوء أيضا على المدرجات، ليس فقط داخل الملعب، إلا إذا حضرت الأهداف، إلا إذا سجلت الأهداف، إلا إذا دونت الأهداف. هنا انطلاقة لفرسان المملكة. الله الله، مرور جميل، لكن الكرة اصطدت والحارس يتدخل وإلى رمية جانبية. فعالية كبيرة تقدم من الطرف في الأيمن بالنسبة للاعب السنغالي، هذا اللي عند الكرة الآن ديمي داوود، والتسديدة الخطيرة الجميلة، يجرب حظه مرة أخرى السنغالي ديمي داوود، لكن الكرة مرت واعتلت على الحارس مجتبى محمد. شوفها بالإعادة، وجد المساحة، صوب بقدم يسارية جميلة، لكنها اعتلت وإلى خارج الملعب. الغراف يريد الهدف، نفط ميسان يريد الهدف، والحق مشروع لكلا الطرفين، لكن من يستغل الفرص، من يكون جاهزا لأن يسجل، من يكون متواجدا بتركيز عالي، من يكون بصفاء ذهني بهذه المباراة. الكرة عادت، نفط ميسان بدأ أيضا يتحرك، على سعد يمرر، كرة تعود واتارا إلى زميله من اليسار. انطلاق الآن، محاولة لمصطفى عبد الجليل إلى زميله الآخر. تعود الآن هذه الكرة إلى ماثيو أولادميلا ماثيو. كرة تعود الآن بمنتصف الملعب، انطلاقة عن طريق اللاعب حسن داخل اللي يمرر، لكن مصطفى محمد جبر هو الأقرب. على سعد الآن، على سعد من أجل أن يصل بالسعد. والأخبار السعيدة بالنسبة لفرسان المملكة أصحاب الدار، والكرة عرضية بعيدة من دون أي تركيز. هذه الكرات العرضية لم ينجح أي لاعب من كلا الفريقين أن يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء بصورة ممتازة حتى اللحظة. حديث لا زال كادر التدريبي لنادي نفط ميسان، وبذلك الكرة تلعب على الطرف في الأيمن. استعادة مرة أخرى، دوران مع الكرة وعودة بالنسبة لفريق الغراف اللي يرسل كرة عالية بهذه الأثناء. يعني كما تحدثنا عن المدرب حيدر عبيد، لا يجب أن ننسى ما قدم المدرب مؤيد طعمة مع هذا النادي. سأتحدث عن ما قدم مؤيد طعمة، لكن بعد نهاية هذه الهجمة الكرة تعود الآن. الغراف قريب من يسجل الهدف الأول. الغراف سوء التفاهم ما بين الزملاء، لكن حسن داخل. الله 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 الله، من هذه المسافة جرب حظه وصوب بكرة بقدم يمينية جميلة، مرت قريبة جدا على حارس المرمى أحمد خالد. شوف، قريبة جدا، مرت، أو بالأحرى ليست قريبة جدا، هي كانت خطيرة فقط على مرمى الحارس أحمد خالد. إذن المدرب حيدر عبيد اللي أتى خلفا للمدرب مؤيد طعمة الذي حقق الإنجاز التاريخي للغراف، قادهم من دوري الدرجة الأولى إلى الممتاز، ثم إلى دوري نجوم العراق، ثم اعتذر عن تكملة المشوار ليعود إلى بيته القديم نادي الناصرية. وسبق وأن درب نادي الشطرة والغراف وسوق الشيوخ والناصرية، وأيضا عندما كان لاعبا للناصرية والغراف. فأقل ما نقوله هو شكرا لمؤيد طعمة، هذا عن لسان حال مشجعين وعاشقين الغراف. شكرا مؤيد طعمة. إذن مخالفة الآن، مخالفة بهذه اللحظات. الدولي أحمد كاظم يؤكد صافرة ومخالفة. هنالك تغييرات قادمة. اللاعب جعفر ناصر وعباس فاضل رقم 6، وجعفر ناصر سيغادر الآن. أولاد ميل ماثيو تغيير الآن، يشارك اللاعب عباس فاضل بالرقم 6.
ومن هو المغادر الآخر؟ من سيغادر بهذه اللحظات؟ من سيغادر بهذه الأثناء؟ نعم، تغيير ليوسف الحميمي اللاعب اليمني يغادر ويترك مكانه لزميله جعفر ناصر. ماثيو يغادر، والآن مشاركة لعباس فاضل وجعفر ومخالفة من هذا المكان على التنفيذ. الله الله الله، تستمر سلسلة التسديدات من كل الجهات ومن كل الأماكن، هذه المرة عن طريق اللاعب علاء سعد، لكن الكرة مرت. شوف هذه بالإعادة، هنا الالتحام من اللاعب من التوغو أكبوتشو هي اللقطة الماضية، وبذلك الصافرة. تلعب الآن الكرة بهذه الأثناء رأسية حاضرة وتبادل للكرات، تسرع أيضا موجود، لكن لاعبين الغراف. هنا كرة تلعب، لا زال المحافظة بمنتصف الملعب. حسن داخل يلعب بالنار، ومشروع مرتدة لنفط ميسان الفرسان من أجل أول الأهداف. هذه كرة لديمي داوود، محاولة لا زالت، السنغالي يحاول يمرر من الطرف الأيمن، هذه لمصلحة نفط ميسان. دخول تمرير السنغالي داوود، تصويبة لكنها اصطدت، وبذلك الكرة لا زالت من الطرف الأيمن. نشاهد الآن عودة مرة أخرى، حسن داخل كاد أن يكلف الغراف هدف بهذه اللقطة. دائما ما كان ممتاز بالتغطية وإرسال الكرات، لكن هذه المرة وقع بالمحظوظ، لكنها مرت سلامات. الكرة تعود إلى البديل جعفر اللي شارك قبل لحظات. تمريرة مرة أخرى تعود لجعفر ناصر، يمرر لعلاء سعد. تغييرات الثلاث اللي أجراها المدرب عبد الله أبو زمر هي مشاركة علاء سعد وجعفر ناصر وعباس، وكرة تلعب هنا للبديل علاء سعد من هذه المسافة، لكن تسديدة من دون تركيز، تسديدة من دون تركيز. ماذا يا سيد الحكم؟ هي للحارس، أنا ما أعتقد هي للحارس، هي للحارس مجتبى محمد. نشاهد الآن بهذه اللحظات، زالت المباراة من دون أهداف، لا زالت المباراة تفتقر وتحتاج إلى الأهداف. نشاهد ننتظر. هذا هو حيدر عبيد اللي صرح وتحدث بالمؤتمر الصحفي بأنه أتى ليقود الغراف من أجل تحدي جديد. هذا ما أراد، تحدي جديد، وأتى من أجل أن يثبت للكل بأن الغراف فريق صعب وسيكون حاضرا بكل المواعيد. وبذلك الكرة تلعب الآن. أيضا لا يجب أن تتهاونون مع نفط ميسان، فهو فريق قوي جدا ويمتلك عناصر مميزة، لكن هذه المباراة تحتاج إلى التركيز. دقيقة 63 ولا زالت المباراة من دون أهداف حتى اللحظة. الغراف اللي اليوم يفتقد جماهيره على ملعب الناصرية، لكن نفط ميسان يلعب أمام جماهيره. خلينا نشوف. تلعب الكرة بهذه الأثناء رأسية، تعود بالنسبة للاعبين نفط ميسان. هناك تدخل عن طريق اللاعب واتارا، اللاعب الإيفواري واتارا. واجهة إيفوارية نيجيرية بين واتارا وأوستن أوموتو، وبذلك هي مخالفة لمصلحة الغراف. خلينا نشوفها بصورة أوضح. هنا واتارا، نعم، الالتحام اللي كان موجود مع أوستن أوموتو. جماهير بأصواتها تصدح والكل يؤازر من أجل مشاهدة الأهداف، والغراف الآن بمخالفة ستلعب. هنا الانتظار، كل الانتظار. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، والرأسية من أوموتو، لكنها اعتلت وإلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. الكرة الماضية طالت. هذا هو أوستن أوموتو. حدثنا عن دورينا حتى هذه الجولة عن أجواء وأهداف الجميلة. يعني الجولة الأولى شاهدنا 24 هدف خلال الجولة الأولى، عكس ما شاهدناه الموسم السابق. الموسم السابق الجولة الأولى كان فيها 17 هدف فقط، أما الجولة الثانية هذا الموسم شاهدنا فيها 28 هدف، عكس ما شاهدناه بالموسم السابق. كانت الجولة الثانية
فيها 21 هدف فقط، يعني الأرقام في زيادة على مستوى الحصيلة التهديفية لكل الأندية. لكن هنا الكرة تلعب من الطرف الأيسر وانطلاقة بعد ذلك للغراف. هذه محاولة خطيرة لكنها تمر. العرضية لم تصل عن طريق فيدلس كوكو، هذا هو النيجيري فيدلس كوكو. وبالحديث عن الجولة الثانية الموسم السابق يعني كان فيها 21 هدف مع مباراة الشرطة وديالى اللي انتهت بنتيجة 6-0 للشرطة. هذه كرة تلعب الآن خطيرة. الله كيف ضاعت وكيف مرت على النيجيري أوستن أوموتو، كيف أهدرت هذه الفرصة، أخطر فرصة باللقاء. تكلم الغراف وحضر بهجماته وهدد تهديد صريح وشديد اللهجة، لكن القائم كان له رأي آخر. إذن الكرة تلعب والآن الفرصة خلينا نشوفها بالإعادة بعد أن تغادر الكرة، إلا إذا عاقبهم هنا ديمي داوود خطيرة. الله فيها راية، لكن تصدي جميل رغم وجود الراية. حتى لو سجلها ديمي داوود لكان هدف أبيض. وبذلك المساعد كرار يؤكد التسلل. ديمي داوود بمواجهة مع الحارس مجتبى محمد، لكن تصدى لها. هي تسلل لكن تصدي ممتاز. هنا عبد الله ابو زمع، مواجهة لا زالت حاضرة، مواجهة جنوبية. اسمع الآن، اسمع جماهير الغراف. بدأت جماهير الغراف هنا. شوفها بالإعادة. الله على التمريرة وشوفوا استغلها بالبنية الجسدية المميزة للسنغالي، لكن تصدي من مجتبى محمد بصورة مميزة. هذه الإعادة للنيجيري أوستن أوموتو الرأسية اللي ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس المرمى أحمد خالد. بدأت تتحرك المباراة. بنالتي، نشاهد اللقطة. هذا هنالك يا أحمد كاظم. اسمع جماهير الغراف، حديث الدوري هذا الموسم حتى اللحظة، على الأقل حتى اللحظة. أحمد كاظم بحديث مع غرفة الفيديو، حكام تقنية الفار ليث فرحان ورضا عباس. ماذا هنالك؟ لم نشاهد اللقطة. هل هي لقطة ديمي داوود أو أوستن أوموتو؟ بالانتظار خلينا ننتظر. ابتسامة من الدول يا أحمد كاظم. هنا واتارا يخشى بأنه هل وقع بالمحظور؟ خلينا نشوفها يا مخرج، اعطينا اياها يا مخرج. لقطة واتارا على ما اعتقد، هل وقع بالمحظور؟ هنا جماهير الغراف تمني النفس بأنها ركلة جزاء، وجماهير نفط ميسان يمنون النفس بأنها ليست ركلة جزاء. هذا الشيء طبيعي، كرة القدم يعني انتظار بكل الطرق بكل الكيفيات. يريدون الأهداف، يريدون النتائج، يريدون التقدم، يريدون العبور، يريدون النقاط الثلاث، يريدون استمرار سلسلة الانتصارات. ننتظر، نشاهد متابعة للعب على ما أعتقد. نعم، ليس هنالك شيء. حديث مع ليث فرحان ورضا عباس بغرفة الفيديو. هذه الإعادة، هذه اللقطة اللي سنشاهدها بصورة أوضح. هنا الكرة لمسة اليد اللي أرادها واللي طالب فيها لاعبين الغراف. هل كانت موجودة؟ اقتطمت بالقائم، وبعد ذلك اعتبر الحكم لم يكن متعمدا، يعني هي مع الانطلاق للكرة. وبعد التأكد من تقنية الفيديو استمرارية اللعب بهذه اللحظة. 0-0 رغم أن الأهداف غائبة حتى اللحظة، لكن بدأت تتحرك المباراة بهجماتها، بجماليتها، بهذه المواجهة الجنوبية الجميلة الرائعة ما بين أبناء ميسان وأبناء ذي قار. نفط ميسان والغراف. كرة لا زالت صراع، روحية عالية. الله على الكنترول، رغم أنها مخالفة لكن حسن داخل كنترول وامتصاص الكرة بصورة جميلة. 0-0. هذا علي لطيف. الآن يحتاجونك نفط ميسان، يحتاجون علي لطيف، وبالنسبة للغراف يحتاجون فيدلس كوكو وأوموتو اللي سجلوا بالمباريات السابقة. لكن خلينا نشوف متبقي 20 دقيقة أو بالأحرى 21 دقيقة إن صح التعبير. فهنا واتارا، والأجواء بدأت تدخل بلحظات الحماس على
يلعب كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، خطيرة، لكن هنا مجتبى محمد يتصدى للرأسية الماضية، وبذلك هي ضربة ركنية. الآن اشتعلت الأجواء، وهنا نكهة خاصة ومختلفة لهذه المواجهة الجنوبية. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء، يتدخل الحارس وتعود الكرة. لم يشاهد مجتبى، لم يشاهد زميله، تصويبة قوية من ديمي داوود. شوف الحديث الآن من ستار جبار والحارس مجتبى محمد، يعني يقول له سامحني، لم أكن متعمدا صراحة. يعني ارتقاء الحارس دائما ما تحصل هكذا لقطات. شوف هذه التسديدة ديمي داوود بالأرقام بالإحصائيات، هذه رابع تسديدة عن طريق اللاعب السنغالي ديمي داوود. إذا ما احتسبنا لقطة التسلل اللي انفرد بها مع حارس المرمى. هذا الإعادة للرأسية اللي تصدى لها مجتبى. لنشاهد ماذا تخبئ لنا هذه 20 دقيقة القادمة من عمر اللقاء. مصطفى عبد الجليل على تنفيذ الرمية الجانبية، تلعب بهذه الأثناء كرة من الطرف الأيمن سريع. الآن حسن داخل يستلم الكرة وخاطئة على سعد إلى فرسان المملكة. نفط ميسان يحاول أن يتكلم بهذه اللحظات. هنا مرور يخسرها جعفر ناصر، تعود الكرة فيدلس كوكو، انطلاقة جميلة، لكن فقد التوازن باللقطة الماضية. اللاعب النيجيري فيدلس كوكو. الله يا جعفر، الله على هدوءك، على تركيزك، على مهارتك. كرة تعود الآن إلى رمية جانبية، رمية تماس بهذه الأثناء. لحظات لا زالت مستمرة والمباراة خالية الوفاض من الأهداف. هل يكتفي الفريقين بالنقطة؟ هل هنالك هدف قادم باللحظات القادمة؟ هل نشاهد المفاجآت؟ كل شيء وارد بهكذا مباريات، لا سيما تحركت قبل ما يقابل 6 إلى 5 دقائق أو إلى 7 دقائق. تحركت المباراة بهجماتها، بلحظاتها، بأمورها الجميلة، بحماسها، بشغفها. نتحدث عن هؤلاء الفريقين يريدون النقاط الثلاث مهما كلف الأمر. يعني الفريقين قادمان من انتصارين صح التعبير. يعني نفق ميسان على نوروز والغراف على الكهرباء. وترى الآن تشتيت الخطر، الكرة لا زالت من الطرف الأيسر ستار جبار، والرأسية اللي لا زالت تصل الآن. صراع بدني لا زال ما بين اللاعب رقم 8 سجاد جبار. تحدث عن التغييرات اللي شاركت على سعد، جعفر ناصر، سجاد جبار. وهنا الكرة اللي لا زالت تعود مرة أخرى على الطرف الأيسر. انطلاق الآن، محاولة، لكن هنا من بين الأقدام جميلة. الغراف الآن، هذه خطيرة مواجهة، لكن يتفوق واتارا، يتفوق الإيفواري على النيجيري بسباق السرعة. لنشاهد الآن رمية جانبية نفذت بصورة سريعة، تلعب الآن إلى حسن داخل يبحث وينتظر تحرك زميله أكبوتشو والتمريرة اللي لا زالت، الرأسية اللي تحولت بمنتصف الملعب. انطلاق الآن، الله، تمريرة جميلة لا زالت. هذا هو جعفر ناصر المهاري السريع، يقدم تمريرة على طبق من ذهب. ديمي داوود، الله، هل تكتمل اللقطة خطيرة، والرأسية مرت ولا زالت هنا الدربكة. وحسن داخل اللي قدم مباراة كبيرة اليوم صراحة. حسن داخل يعود لإنقاذ الموقف. جعفر ناصر لا زال عالية الكرة لفرسان المملكة، ولقطة جميل، الله، لا زالت. كوكو عدى وكوكو راح. فيدلس يحاول، النيجيري عدى من الأول، يواجه مصطفى الآن، يختار التوقف، يختار التمرير، يختار أحمد جلال من هذه المسافة. يا أحمد، لا، لم يوصل. الله، تكمل هذه اللقطة للغراف، لكنها طالت. أي لحظات، أي ثواني، وأي مباراة بهذه الدقائق. إذن هجمة بهجمة، كرة بكرة، تهديد بتهديد، تصويبة بتصويبة، انطلاقة بانطلاقة، تدخل سليم، والإبعاد الآن إلى خارج الملعب.
الإبعاد إلى رمية جانبية. بهذه اللحظات تلعب إلى علي لطيف وستار جبار، ستار جبار، والكرة إلى خارج الملعب. حكم اللقاء شوفونا علي لطيف يطالب بركلة الجزاء، لكن الدولي أحمد كاظم يؤكد أن الالتحام كان بدني. لكن خلينا نشوف بصورة أوضح. هذا علي لطيف الذي انطلق في اللقطة الماضية. علي لطيف صعب صراحة، الحالة صعبة، هي مرت بعيدة على علي لطيف. يطالب، شوف رياكشنات او تعابير الوجوه. علي لطيف اللي طالب بالعودة للفار، لكن على ما اعتقد التحام بدني كان مشروع. هذا ما يقول الحكم الدولي احمد كاظم. والكرة تنفذ عن طريق الحارس مجتبى محمد. كرة لا زالت تلعب، ربع ساعة أخيرة متبقية من عمر اللقاء، وهنا تشتيت الخطر بهذه الأثناء. كرة تلعب بمنتصف الملعب، استلام وتسليم، لكن جعفر ناصر يحاول الآن. الكرة مستخلصة وتعود إلى أوموتو. القوة البدنية أوموتو قريب جدا حكم اللقاء، لكن اللاعب مستلقى على أرضية الملعب. فيدلس كوكو، فيدلس كوكو يجب إخراج الكرة بمبدأ الروح الرياضية. الله عليك يا فيدلس كوكو، روح رياضية عالية وعملية الاطمئنان على سلامة اللاعب. أتحدث عن فريق نفط ميسان، هذا النادي اللي تأسس في عام 2003، يعني أفضل مركز حقق في تاريخه. أتحدث عن مستوى الدوري، هو المركز الخامس في موسم 2018. تغيير آخر قادم بالنسبة لنفط ميسان. سجاد جبار ويغادر علي لطيف. نفط ميسان بالموسم 2018 حصل على المركز الخامس عندما توج الشرطة باللقب، وكانت جوية بالمركز الثاني والزوراء بالمركز الثالث ونادي النفط بالمركز الرابع. هنا التحية لعلي لطيف، يغادر ويترك مكانه لزميله سجاد جبار. هنا الجماهير الميسانية العاشقة لنفط ميسان تؤازر بهذه اللحظات. رياضة لنا حياة نحن نتنفسها. فرسان المملكة عشقنا على ما أعتقد، لم تكتمل الجملة، لم تكن واضحة بالصورة الكاملة، وبذلك الكرة تعود الآن. هل هنالك هدف؟ اللي يسجل هدف في هذا التوقيت خلاص هذه مباراة 1-0 إذا تواجدت الأهداف. فرسان المملكة الآن يشن الهجوم، ينطلق من الطرف الأيمن، لكنها لا زالت، وبعد ذلك التدخل والإبعاد إلى خارج الملعب. هدافين الفريق بالنسبة لنفط ميسان الموسم السابق علاء سعد برصيد 8 أهداف، اللي عنده الكرة الآن بالرقم 10 سجل 8 أهداف الموسم السابق. وهنا خطيرة للفرسان المملكة، والتسديدة الجميلة من هذه المسافة، لكنها مرت هذه البديل من أول لمسة. سجاد جبار من أول لمسة سدد هذه الكرة، وبعد ذلك أو لا هذا زميله بالرقم 14 هو اللي جرب حظه باللقطة الماضية. كنت أعتقد أن لاعب سجاد جبار، ولكن اتضح بأن زميله هو من سدد، وبذلك محمد سلام هو اللي جرب حظه. كرة تلعب الآن لمصلحة اللاعب مصطفى محمد جبر، تعود مرة أخرى تمريرة ذكية. شوف اللقطات، شوف المهارات. الله الله الله، هذا المهاري، هذا هو جعفر ناصر، يمرر الآن علاء سعد، لكن الكرة مرت. تحدثنا عن الهدافين أيضا، ديمي داوود سجل 8 أهداف الموسم السابق مع نفط ميسان، وبذلك انطلاق مهارة. البديل الناجح بدأ يخلق المساحات، مر من أكثر من لاعب، لكن كرة تعود بالطرف الأيمن بعدما كانت عن طريق اللاعب عباس فاضل. هذا هو مصطفى محمد جبر إلى عباس مرة أخرى. محمد سلام يستلم هذه الكرة، ولا زال الانتظار. تصل لوتارا. للمعلومة وتارا الإيفواري سجل هدف وحيد الموسم السابق بشباك نادي الكهرباء. شوف الله 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 على لقطة جميلة، تصويبة من بعيد لكنها تمر. محمد سلام اللي قدم كرة جميلة لزميله. هنا التغييرات قادمة. أمير عبد الله بالرقم 6
وزميله حيدر حسين. امير عبد الله وحيدر حسين، ويغادر عباس فوزي. على ما اعتقد البديل الاخر هو حسن داخل، من افضل اللاعبين بالمباراه حتى اللحظه اللاعب حسن داخل. هل يغادر؟ لننتظر ونشاهد. ايضا يشارك الان امير عبد الله ويغادر عباس فوزي. تغييرات مستمره. وكذلك فيدلس كوكو يغادر ويترك مكانه لحيدر. حيدر حسين يشارك بديلا عن اللاعب النيجيري فيدلس كوكو، وبذلك الكرة لا زالت حتى اللحظة المباراة متكافئة على مستوى النتيجة، متساوية الكفتين 0-0. 10 دقائق أخيرة يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. 10 دقائق أخيرة متبقية. على سعد يمتلك قدم يسارية قوية، كما ذكرنا لكم سجل 8 أهداف الموسم السابق. وايضا اللاعب علي لطيف اللي غادر قبل دقائق قليله سجل 6 أهداف الموسم السابق. وعلى دكه البدلاء علي كوتي سجل هدفين الموسم السابق. ايضا لا ننسى سجاد جبار اللي شارك كبديل، ايضا سجل 4 أهداف الموسم السابق. وهنا كره ما بين ديمي داوود والخط الدفاعي، لكن الكره تصل على الطرف الايمن. محاولات لا زالت، تبادل للنقلات، تبادل للتمريرات، لكن من يريد أن يتكلم فليتكلم الآن. من يريد أن يظهر نفسه فليظهر بالتسع دقائق الأخيرة. لمن أراد الحصول على النقاط الثلاث ليظهر بهذه الأوقات. كرة لا زالت لنفط ميسان. ديمي داوود يحاول إرسال الكرة لكن تعود إلى قائد الفريق بعدما كان على سعد هو القائد، الآن يحمل شارة القيادة زميله سجاد جبار، وبذلك تعود مرة أخرى. هذا سجاد يمرر تمريرة لديمي داوود من هذه المسافة ولا زالت قائمة. ممكن هدف أول تأخرت فيها يا عباس فاضل. الكرة للغراف، هذا البديل اللي شارك حيدر حسين، اللي شارك بديل عن اللاعب فيدلس كوكو. مباراة جميلة، وإن صح التعبير بعد الدقيقة 66 أصبحت فيها فاعلية جميلة وهجمات من كل الجهات. لكن الأهداف، مباراة تحتاج وتفتقر فقط للأهداف حتى اللحظة، على الأقل حتى اللحظة. ممكن تأتي الأهداف في الدقائق الأخيرة القادمة، ممكن، كل شيء وارد. وبالحديث عن الأهداف، هل يتكلم نفط ميسان؟ هل يتكلم الفرسان؟ الكرة تعود الآن إلى حيدر حسين ينطلق بهذه اللحظات. الكرة لا زالت من اليسار، تلعب بالمنتصف. حسن داخل يمرر، لم يغادر حسن داخل والآن يمرر، لكن الكرة صراحة الإرهاق البدني بدأ يظهر على اللاعبين حتى وإن تواجدت التغييرات والإضافات. كرة لا زالت في منتصف الملعب، تلعب خذوهات 1-2 جميل، تصل لحيدر حسين البديل. ثاني اللمسات حيدر حسين. الله التمريرة، يا عيني على التمريرة الجميلة، تمريرة ولا أروع للقطة الماضية. لكن هم يواجهون مهند حبيب، صراحة مهند حبيب وواتارا وأكبوتشو وستار جبار، يعني من كل فريق مدافعين يقدمون أداء رائع. إذن تغيير آخر قادم، ديمي داوود اللي قدم مباراة أيضا كبيرة لكن لم يحالف الحظ، لم يسجل هدف. اللاعب السنغالي يغادر ويترك مكانه لعلي كوتي اللي سجل هدفين الموسم السابق. قبل لحظات ذكرنا اسمه والآن يشارك في الدقيقة 84. علي كوتي. تلعب الكرة الآن، لا زالت بالنسبة للغراف حيدر حسين. من يطلق المفاجأة الآن؟ من يظهر بهذه اللحظات الأخيرة؟ كرة لا زالت بالنسبة لأكبوتشو اللي يمرر بهذه اللحظات. الغراف يحاول، الغراف يتقدم، حسن داخل، لكن هنا الكرة عادت أكبوتشو من هذه المسافة وبعيدة من أكبوتشو. ديمي داوود قدم مباراة كبيرة حتى الدقيقة 3 أو 84. 3 مباريات اليوم. هذه المباراة وبنفس التوقيت تقام أيضا مباراة أمانة بغداد والقاسم، نتيجتها 1-0 لأمانة بغداد. وفي الساعة 8:30 مباراة الموصل والنجف ضمن اليوم الثاني لمنافسات دوري نجوم العراق. تلعب الكرة الآن. غدا أيضا مباريات، غدا
في ختام الجولة الثالثة. مباريات 4 ستجمع الكهرباء وأربين، القوة الجوية والميناء، ودهوك والكرخ والقرمة والزوراء. 4 مباريات ستشاهدونها بشكل حصري عبر قنوات شبكة إعلام العراقي، والتغطيات لا زالت مستمرة، والجهود المبذولة أيضا واضحة لكل من يشاهد، لكل من يتابع، لعشاق دورينا. وأيضا بطولة كأس الخليج اللي تحت 17 عاما أيضا منقولة عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هنا بطاقة صفراء، تدخل موجود، تدخل الآن، والبطاقة حسن داخل تحصل على البطاقة الصفراء، ولقطة مليئة بالروح الرياضية العالية، الاعتذار والابتسامة بوجه الحكم كذلك الدولي أحمد كاظم عندما حصل على البطاقة. هكذا هي الروح الرياضية، وهكذا هي كرة القدم، دائما معلمتنا على الأخلاق الرياضية والمنافسة الشريفة. سلامات سلامات. هم جماهير الغراف، قدمنا كل الشكر والتقدير أيضا اللي يستحق الشكر والتقدير، مدرب نادي الغراف السابق وأي الطعمة، واللي حقق الانتصار أو التأهل التاريخي من الدور الدرجة الأولى إلى الممتاز إلى دور النجوم. من هذه الجهود مع الظروف الصعبة، شكرا مؤيد طعم. هكذا يردد، هكذا يقول كل عاشق لنادي الغراف. وبذلك هذا هو واتارا، استمرارية اللعب 4 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي، مخالفات 8 على نفط ميسان و6 على الغراف. تلعب الكرة الآن من الطرف في الأيمن، محاولة لا زالت على اليمين، وهنا الكرة مرت. هذا يؤكد أحمد كاظم ضربة ركنية على ما يبدو. نعم اي نعم، أمانة بغداد والموصل والغراف 3 فرق تأهلوا هذا الموسم بعد هبوط الحدود وكربلاء ونفط البصرة. وهنا الضربة الركنية، هل هنالك مفاجأة؟ هل يقول كلمة الغراف؟ هل يصل الخبر السعيد بالنسبة لأبناء ذي قار؟ لكن الكرة عادت، الكرة عادت من اليمين، تلعب بهذه الأثناء وإلى رمية جانبية. رمية تماس في هذه اللحظات. 3 دقائق، دقيقة بعد دقيقة تمر، الثواني تمر واحدة بعد الأخرى. هذه الضربة الركنية التي نفذت، وبذلك الكرة طالت إلى مصطفى محمد جبر على التنفيذ. مصطفى محمد جبر، والرأسية اللي تحولت بهذه الأثناء انطلاقة، وستار جبار، تشتيت الخطر لا زالت الآن. عودة مرة أخرى، الخط الدفاعي لا زال متماسكا بالنسبة للطرفين، لكن هل هنالك مفاجأة بالدقائق المقبلة؟ يعني هي دقائق أخيرة وقليلة، لكن من الممكن أن نشاهد المفاجآت. كرة القدم لعبة المفاجآت، لا يوجد شيء يسمى مستحيل بكرة القدم. تلعب الكرة من الطرف في الأيمن، هنا الاستلام على مستوى الصدر ممتاز، أحمد جلال لا زال يسيطر، لكن هنا مستخلصة، وجعفر هذا المهاري هذا السريع. وكرة الآن سجاد جبار، سجاد جبار أيضا يبحث عن مساحة، تمريرة ذكية، خذ وهات، لكن هذه المرة على اليسار، لكنها إلى خارج الملعب. رمية جانبية الآن، رمية تماس للغراف. هل هو أول تعادل للفريقين هذا الموسم؟ وبالحديث عن التعادلات، تعادل إيجابي واحد حتى اللحظة ما بين الجولات اللي مرت، تعادل إيجابي واحد. الله الله، مرور جميل، تلاعب ولا أروع. انطلاقة من الطرف الأيمن، مصطفى محمد جبر يقف على الكرة، يلعبها عالية داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة أبعدت، الكرة أبعدت. بالحديث عن النتائج وعن التعادلات، تعادل إيجابي واحد كان ما بين الزوراء والطلبة بهدف مقابل هدف، وتعادل سلبي وحيد يوم أمس ما بين الطلبة والنفط. تعادلات في المباراتين، الطلبة طرف فيها، وهنا المرور الجميل. الله عليك يا حيدر حسين، حيدر حسين مر بصورة ممتازة. الكرة لا زالت تلعب بهذه الأثناء، الدقيقة الأخيرة، وثم ندخل بالوقت البدل الضائع. على ما أعتقد سيضيف حكم اللقاء من 3 إلى 4 دقائق كوقت بدل ضائع. وهنا الكرة تلعب من الطرف في الأيسر. هنا اللحظات الأخيرة، حتى اللحظة الفريقين حبايب، حتى اللحظة الفريقين
لم يسجلون الأهداف مباراة حتى اللحظة 0-0 إلا إذا تكلم الغراف، وهذه خطيرة لكن مرت ولا زالت المحاولة لكنها إلى رمية تماس، رمية جانبية بهذه الدقائق. تغيير يعني بآخر اللحظات اللقاء بالنسبة للغراف. أيمن لؤي، اللاعب أيمن لؤي إعارة من نادي النجف. اللاعب أيمن لؤي وصل للغراف على سبيل الإعارة من نادي النجف. إذا انتهى الوقت الأصلي وكم دقيقة سيقدمها الطاقم التحكيمي كوقت بدل ضائع. كرة تلعب الآن. إذا غادر أوستن أوموتوم ويشارك أيمن لؤي. هذا هو اللاعب النيجيري أوستن أوموتوم اللي سجل بكلا المباراتين السابقتين. أمام الموصل سجل هدف الانتصار، وأمام فريق الكهرباء سجل هدف، وبذلك الآن رمية جانبي 4 دقائق كما قلت لكم ما بين 3 إلى 4 وأضاف 4 دقائق. وهنا التسديدة القوية. الله 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 الله، يا ساتر يا ساتر، يا ركلة جزاء، ركلة جزاء من اللمسة الأولى. أيمن لؤي من اللمسة الأولى البديل. هنا فرحة جماهير الغراف. اللحظات الأخيرة ماذا حصل؟ أي مفاجأة، سبرايز بهذه المباراة. إذا المواجهة الجنوبية من الممكن أن تنتهي مع هالمفاجآت. هنا اللقطة، هنا أول لمسة. هل هنالك نعم تدخل لكن بانتظار تقنية الفيديو. هنا اللمسة الأولى هو قال له خليني أجرب، يعني حيدر عبيد قال له خليني أشارك اللاعب أيمن لؤي، من الممكن أن يأتي بالحل ومن أول لمسة من أول لحظة. لكن شوف هذه الكرة كيف ضاعت وكيف مرت. وهنا الدولي أحمد كاظم بالحديث اللي لا زال بالانتظار يقول لهم يعني اهدأوا يا شباب، سننتظر قرار الفيديو تقنية الفار لنشاهد. تشيكينج بينالتي، ليس هنالك شيء أكيد حتى اللحظة. تشيكينج بينالتي بالدقيقة 92. هل هنالك مفاجأة؟ لننتظر ما هو القرار يا سيد الحكم. القرار النهائي لحكم اللقاء أحمد كاظم. هي ركلة جزاء، وعلى ما أعتقد ركلة جزاء أشارها أو لا. لا زال وترنا أعصاب والتوتر، وكان الله في عون اللاعبين والجماهير. الكل متوتر اللحظات الأخيرة. هنا جماهير الغراف تطالب بركلة جزاء، وجماهير فرسان المملكة تمني النفس بأنها ليست ركلة جزاء. والقرار النهائي لم يصل. الكل يترقب، الكل ينتظر. هنا نشاهد، هنا ننتظر ونترقب ماذا سيؤكد أحمد كاظم. الكل على أعصابه. هنا سجاد جبار قائد نفط ميسان، والحديث اللي لا زال. أحمد كاظم. تشيكينج بينالتي، أنا ما أعتقد هي ركلة جزاء أكدها أو لا. بانتظار أحمد كاظم. نعم، يطالب من الحارس العودة، يطالب العودة من اللاعبين. إذن سيصل النبأ السار إذا سجل الغراف. هذا ما يريدون عفوا أحمد كاظم. أي لحظات، أي ثواني لنشاهد ونترقب ماذا هناك. نعم، ركلة جزاء للغراف بالدقيقة 94 أو 94. ركلة جزاء. من ينفذ
بالرقم 6 للغراف أو بالرقم 9 حيدر حسين. حيدر حسين اللي شارك كبديل عن اللاعب النيجيري فيدلس كوكو. وبالدقيقة الأخيرة آخر لحظات اللقاء هنا حيدر حسين مواجهة أمام الحارس أحمد خالد. وآخر اللحظات الغراف بالدقيقة 95. هنا الغراف على التنفيذ، حيدر يتقدم. الله 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 الله، عاجل عاجل عاجل، وصل الخبر العاجل، الغراف يسجل، الأفراح تنتشر في ذي قار وأريد والناصرية. نحن مدينة الشعر والشعراء، نحن مدينة العلم والأدب. كتبنا الحرف الأول وسنكتب تاريخا جديدا في عنوان دورينا. وصلنا للمرة الأولى وسنستمر ولن نتوقف أبدا. هكذا يتكلم الغراف، هكذا يدون أبناء ذي قار، وبأقدام حيدر حسين. الله على هدف بتوقيت صعب وحساس. الغراف يريد العلامة الكاملة، يريد النقاط الثلاث، يريد الانتصار الثالث على التوالي والأوقات الأخيرة. إلا إذا تكلمنا فوت ميسان، إلا إذا تكلمنا فوت ميسان لنشاهد فرسان المملكة هل يرفعون الراية البيضاء أو يقاتلون حتى النهاية. بإمكانهم إذا أرادوا، لكن الوقت هل يكون لصالحهم؟ أي مباراة وأي جنون وأي قتالية تواجدت داخل المستطيل الأخضر. هنا وتارة، وهنا اللمسة لمصطفى عبد الجليل. تلعب الكرة بفاعلية أكبر، بلحظات أخيرة، بكبرياء متواجد، بلحظات صعبة، مطالبة بلمسة يد. يا الله يا الله، حديث مع حكم اللقاء، حديث مع حكم اللقاء، ولا زالت مستمرة. هنا الرأسية وحسن داخل ينتظر أمام وتارة. وترى لمصطفى محمد جبر لحظات أخيرة. الله على متعة، الله على كبرياء، الله على شغف، الله على حماس، الله على لقاء جنوبي خالص. وهنا الغراف يريد الضربة القاضية، لكن الكرة تصل لحارس المرمى. هنا أحمد خالد، هنا أحمد خالد. تلعب الكرة، دخلنا بالدقيقة 98 ولم تنتهي بعد، لأننا توقفنا عند ركلة الجزاء، والكرة تعود الباكورد والإبعاد. هنا الكرات المقصية، هنا الكرات المرتدة، هنا الانطلاقات من الطرف الأيسر. هنا الغراف بعدما سجل انتفاضة ونشوة وتصويبة قوية اصطدت وعادت وتارة، لكنها تحولت من الطرف الأيمن. أي مباراة، أي لقاء، أي متعة، أي هدف وصل بتوقيت قاتل بالوقت القاتل. ولا زالت المباراة لم تنتهي بعد، لا زالت المباراة لم تنتهي بعد. هذه كرة من الطرف الأيمن، محاولة لا زالت، والكرة تلعب. خذوا هات أولى وثانية. هيا الله يا فرسان المملكة إذا أردتم التعديل، لكن الكرة مرت في اللقطة الماضية، والكرة على الطرف الأيسر. الغراف يريد الثاني، الغراف يريد الثاني، تسرع فيها وسدد، والكرة طالت، الكرة طالت. وهنا أحمد خالد على التنفيذ. نشاهد الآن هل وصلت الصافرة أو لا، هل وصلت الصافرة أو لا. هنا لقطة التسديدة اللي وصلت، ومن خلالها حصل الغراف على ركلة الجزاء بعد تدخل على اللاعب أيمن لؤي اللي شارك. وهنا حيدر حسين اللي سجل الهدف الوحيد بهذه المباراة. الغراف. وهنا الحديث لا زال مستمر، الحديث لا زال مستمر حتى وإن انتهى الوقت. هنا الفرحة لعاشقين الغراف، الفرحة تنتشر هنالك في ذي قار ومن قلب ملعب نفط ميسان. هنا ملعب ميسان الأولمبي. الفرحة، الله على لقطة وعلى منظر الجماهير معكم في كل وقت، معكم في كل وقت. هنا الابتسامة، هنا الفرحة. مبارك من القلب لكل عاشقين ومشجعين نادي الغراف، وهارد لك كذلك من القلب
لعاشقين ومحبين نادي نفط ميسان. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي، كان معكم المعلق حسين سمير، وإلى اللقاء.